الناس فعلا عايزه تبقى احسن، عايزه تلتزم، عايزه تقرا، عايزه تشتغل، تتمرن، تبطل تسويف، تبطل تضيع عمرها في حاجات بترجعها لورا. لكن المشكلة ان كل مرة بتبدأ بتقع، وكل مرة تتحمس بعدها بتبرد، وكل مرة تقول المرة دي غير، وبعدها بترجع لنفس الدوامة، نفس الكسل، نفس التأجيل، نفس الاحساس القاسي انك مش عارف تثبت. فانت تدريجيا بتبدأ تفكر ان فيك عيب، انك مش ملتزم، ارادتك ضعيفة، ان الناس الناجحة عندها حاجة ناقصاك، وانك كل مرة بتحاول فيها انت الحاجة الوحيدة اللي بتثبتها لنفسك انك ما بتكملش. ولكن الكاتب بيقول لك المشكله مش فيك، المشكله انك فاهم التغيير غلط. انت دايما متخيل ان حياتك هتتغير بقرار ضخم، بحدث مفاجئ، بتركايه هتحصل هتغير حياتك، مع ان الحقيقه ابسط واخطر من كده بكتير. الحقيقه ان حياتك ما بتبنيش بالقرارات الكبيره اللي انت بتاخدها، بالعكس حياتك ومستقبلك كله بيتبني بالقرارات الصغيره اللي انت بتاخدها كل يوم. ايوه، اللي بتقررها كل يوم من غير ما تحس. اهلا بيك في حلقه جديده في قناه جوبا. في القناه دي بتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت هتيجي تعمل لايك فولو عادي جدا. فريق دراجات بريطاني كانت حالته بالبلع، ده لو في فريق فيه جايزه اسمها ربنا يكون في عونهم هياخدوها كل سنه. سنه 1908 انجازات الفريق ده كانت ضعيفه جدا، ولا ميداليه ولا بطوله ولا اي هبه في سباق طواف فرنسا. الموضوع كبر مع الفريق ده لدرجه ان شركه عجل كبيره رفضت تبيع لهم اصلا، بسبب ان هم خايفين للسوق بتاعهم يقف او يبوظ بسبب الفريق الفاشل ده. سنه 2003 تقريبا بعد 100 سنه يجي راجل اسمه ديف بريسفورد. الراجل ده يستلم اداره الفريق. الراجل ده دخل بفكره جامده واذكى واخطر. قال حاجه بسيطه وحلوه قوي، خلونا نحسن كل حاجه بس ب1%، وحرفيا كل حاجه. يعني لو جزء صغير في الاداء هنظبطه شويه، لو في تفصيله صغيره هنحسنها شويه، في عاده يوميه غلط بيعملوها اللعيبه هنحسنها برضو شويه. خد بالك كل ده هو فريق عجله، وفي الاخر عنده مفهوم ان ال1% دي هتتجمع كلها. بدأوا أول حاجة بكراسي العجل، ظبطوا كراسي العجل عشان يبقى مريح أكتر للعيبة، كراسي اللي اللعيبة المتسابقين بيقعدوا عليها. اختبروا الكاوتشات نفسها إذا كانت بتتلخلخ أو فيها مشاكل أو أي حاجة، خلوا اللعيبة يلبسوا شورتات بتدفي العضلات، واستخدموا أجهزة بتقيس استجابة الجسم للتدريب. وصلت إن هم اختبروا القماش اللي اللعيبة بيلبسوه جوه الأنفاق عشان يقللوا مقاومة الهواء جوه الأنفاق. بس لحد هناك كل ده منطق، لكن الأجمد إن هم دخلوا على تفاصيل ما حدش أصلا بيبص لها. مثلا إن هم جربوا أنواع مختلفة من التدليك عشان يعرفوا أنهي واحد فيهم بيسرع أكتر في التشافي. طب وصلت معاهم ان هم جابوا دكتور عشان يعلم اللعيبه ازاي يغسلوا ايديهم صح عشان ما يجيلهمش برد او حاجات زي كده. اختاروا مراتب ومخدات عشان يحسنوا ان هم الفريق، وجم عند عربيه الفريق ودهنوها من جوه ابيض عشان يبانوا التراب اللي موجود في العربيه عشان ما ياثرش على اللعيبه. الراجل هنا بيقول حاجة حلوة قوي، أنا هكسب بالحاجات اللي غيري شايفها تافهة. مع الوقت التغيرات الصغيرة دي تراكمت، وخلال 5 سنين بس فريق فرنسا بقى مهيمن في أولمبياد بكين، وبعدها كسر أرقام قياسية ما اتكسرتش قبل كده في لندن، وبقى عندهم أبطال بيكسبوا في طواف فرنسا. وفي خلال 10 سنين حققوا سلسلة نجاح تعتبر الأعظم في تاريخ اللعبة كلها. في معادلة بسيطة بتشرح تغير 1% كل يوم لمدة سنة هتغير قد إيه في حياتك. فلنفترض إن قيمتك حاليا 1، وبتعمل نفس الحاجات كل يوم، وباعتقاد ان الحاجات دي لا هي مضره ولا هي كويسه، فخلال 365 يوم انت هتفضل زي ما انت، لان 1 أس 365 ايكوال 1. ولكن لو عملت 1% بس كويس، احنا بنتكلم على 1.01 او أس 365، فانت بتتكلم ان في خلال سنه او 365 يوم فانت بقيت 37.78 من نفسك. بس ثواني، انت مش فاهم، انت تقريبا 38 ضعف الشخص اللي كنت عليه اول السنه. نقول تاني، انت خلال سنة بتغير 1% فقط، 1%، 0.01، انت بقيت 37 ضعف نفسك. ولكن حط في بالك برضو ان انت لو بتعمل حاجة واحدة وحشة بنسبة 1%، فانت هتبقى 0.99 باور 365 يوم، فانت هتبقى 0.03. ده عشان انت بتعمل حاجة واحدة وحشة في اليوم، خلال سنة بقيت 0. فانت في اي يوم عادي انت بتعمل حاجات حلوة وحاجات وحشة، فلو عملت حاجات حلوة كل حاجة بنسبة 1% ولقيت ان انت اكتر من 1، فانت كده بتتطور. لكن لو كنت اقل من 1، الدنيا السلام. هنا الكاتب بيخش على الوجع الحقيقي. ممكن واحد يجي يقول تمام يا عم، جربت اعمل حاجات كويسه صغيره جدا وما شفتش اي نتائج، ودي حقيقه حقه. بس الكاتب بيرد عليه يقول له للاسف النتائج مش بتظهر فورا. في العاده انت لما بتبدا اي عاده صغيره انت ما بتشوفش نتائجها في اول اسبوع. يعني مثلا لو انت عملت 200 ضغط يوميا انت مش هتشوف نتائج بعد اول اسبوع، هيبقى جسمك زي ما هو. لو بدات تقرا شويه مش هتبقى مثقف في اخر الاسبوع، فاهم؟ لو بدات توفر 10 جنيه يوميا اخر الاسبوع معاك 70 جنيه ولا حاجه، فتبدا تحس انها مش شغاله زي الباقي. لكن الكاتب بيقول لك
لا، انت بس في مرحله اسمها مرحله القدرات الكامنه، هو مسميها كده. يعني في شغل بيحصل بس هو لسه تحت السطح، مش باين للناس، مش باين ليك انت شخصيا. زي مثلا قاطع الاحجار او الراجل اللي بيقطع الحجر ده، تلاقيه بيضرب الحجر 100 ضربه بس الحجر ما حصلوش حاجه، والحجر تلاقيه قدامك ما حصلوش حاجه، بس في الضربه 101 الحجر بيتقسم نصين. فهل انت تفترض ان الضربه الاخيره هي اللي قسمت الحجر، ولا الضربات ال100 اللي قبليها كانت بتتراكم؟ انت معاك حق، ممكن انت مستني قرار كبير جدا او حاجه كبيره جدا تحصل تغير حياتك. ما اقول لك انا حاجه حلوه قوي، انا بنزل فيديوهات دلوقتي مثلا فور اكزامبل، انا لحد دلوقتي منزل 6 7 فيديوهات، ما علينا. هل اي فيديو منهم جو فايرال اشتهر قوي؟ لا، بس لو ما نزلتش مش هيضرب، واكيد مش فيديو واحد اول ما انزله هيضرب، لكن هي الضربات بتتراكم لحد ما يجي فيديو واحد يطلع في كل حته. بس يوم ما يطلع الناس عايزه تشوف اللي فات، عايزه تتاكد ان الشخص ده ما جاتش معاه حظ، ايه ده بينزل من زمان. وده السبب في اي مرحله واي تغيير، الواحد بيحس ان في مجهود مبذول بس النتيجه صفر. وللامانه دي اكتر مرحله مزعجه، لانك تقعد تقول انا بتعب بس مفيش نتيجه، انا بلتزم ومفيش فرق، انا بحاول ولسه نفس القديمه زي ما هي. لكن الكاتب بيقولك ان انت لسه بس قبل فتره الظهور، وبيقولك الناس اللي بتوصل مش اللي عندها حماس عالي، الناس اللي بتوصل هي اللي نفسها طويل. الناس كلها فاكره ان النجاح بيكون بالشكل ده، ولكن في الحقيقه ده مش حقيقي. النجاح مش بالشكل ده خالص، النجاح الحقيقي بيكون شكله عامل كده. والفرق ما بين النجاح اللي احنا متخيلينه والنجاح الحقيقي اللي في النص ما بينهم ده هو اسمه وادي الاحباط. ده اللي انت لو عديته من عند نقطه التلاقي ما بينهم النجاح هيكون اعظم ما تتخيل. ولكن انت لازم تفهم الفرق ما بين النجاح اللي احنا متخيلين شكله والنجاح الحقيقي. انسى الاهداف وركز على النظام، السيستم. طبعا اول ما تسمعها هتقولي لا يا حبيبي لازم هدف، لازم يكون عندي هدف انا عايز اوصل له. كلامك صح لكن غلط. كاتب بيقول لك ان الاهداف لوحدها مش كفايه. ما هو كل الناس عندها اهداف، كل لاعب مميز عايز يكسب، كل واحد تخين عايز يخس، كل طالب عايز ينجح، يا عم كل واحد فتح قناه عايز يجو فايرال. فلو الهدف لوحده كفايه كان كله وصل. الفرق الحقيقي ما بينهم هو ايه النظام اليومي اللي كل واحد فيهم عامله. هدفك تبقى مثقف، هتقرا ايه؟ هدفك تتمرن، طب نظامك ايه؟ هدفك تنجح في شغلك، طب السيستم بتاعك ايه؟ هدفك تنتج محتوى مستمر، حلو قوي، السيستم بتاعك ايه؟ عندك مواعيد واضحه، طريقه كتابه واضحه، مواعيد تصوير واضحه، وقت مراجعه برضو واضح، ولا انت كل مره مستني مزاجك يظبط عشان تبدا قرايه ولا تمرين ولا حتى تصوير؟ الهدف بيقول لك الاتجاه، ولكن النظام هو اللي بيحركك. الاخطر من كده ان الاهداف للاسف لحظه مؤقته توصل لها وخلاص، لكن لو ما غيرتش النظام بتاعك هترجع تاني لنفس الدوامه. اشرح لك. واحد كان هدفه يخس وبالفعل حقق هدفه وخس، طب وبعديها هيتخن. واحد اشتغل جامد قوي الشهر ده، فالطبيعي ان هو كرف 3 شهور اللي بعده. واحد بيجي يوم في الاسبوع وينظف اوضته كلها ويقعد يومين والاوضه ترجع زي ما كان، لان النتيجه اتغيرت لكن النظام نفسه ما اتغيرش. الشخص اللي نظف اوضته عمل حاجه نظفت الاوضه، بس هو لسه مش انسان نظيف، لسه انسان بيرمي الزباله في اي حته في الاوضه، لسه انسان بيصحى من النوم بيسيب السرير مكركب. هو حقق هدف بس ما غيرش النظام. وعشان كده الكاتب بيديك الجمله الثقيله: انت لا ترتقي الى مستوى اهدافك بل تهبط الى مستوى انظمتك. ساعه الحقيقه، مش الحلم اللي في بالك هو اللي هيكسب، اللي هيكسب هو الروتين اللي انت بتكرره. انا متضايق ان انا بشرح الكتاب ده بجد والله. الكتاب ده المفروض ان انا اطلع كده اقعد النص ساعه او ايا كان الرقم اللي انت بتشوف فيه الحلقه، طول الحلقه اقعد اقول لك اقرا الكتاب اقرا الكتاب اقرا الكتاب اقرا الكتاب، ما اقعدش اقول لك اشرح لك الكتاب، لا اقرا الكتاب اقرا الكتاب كل يوم 10 صفحات يوميا. الكتاب ده في حته ثانيه، في حته ثانيه بجد، في حته ثانيه. الكاتب هنا بياخد النقاش لحته اعمق شويه. احنا غالبا بنحاول نغير حياتنا من بره لجوه، وده سبب ان احنا بنفشل. بما معناه هو بيقسم التغيير ل3 مستويات: النتائج، العمليات، الهويه. النتائج زي خسيت، نجحت، عملت فلوس. العمليات يعني العادات نفسها، ذاكرت، مرنت، السلوك اليومي او الروتين. والمستوى الثالث هو الهويه، انا شايف نفسي مين؟ هل انت اصلا النوع ده من الناس ولا لا؟ هل انا رياضي؟ هل انا شاطر؟ هل انا ذكي؟ هل انا بعرف اعمل فلوس؟ وده فرق ضخم ما بين شخص بيقول انا عايز اقرا وواحد بيقول انا شخص قارئ. فرق ما بين واحد بيقول انا بحاول ابطل تدخين وواحد بيقول انا مش مدخن. في فرق ما بين شخص بيقول انا عايز اتمرن وشخص بيقول انا رياضي. الاولى رغبه انما الثانيه
هوية، ايدنتيتي يا صاحبي. اقوى تغيير في الدنيا هو اللي بيبقى مبني على الهوية، لانك لما بتغير صورتك عن نفسك العادات بتبدأ تخدمها. يعني مثلا انت لو مقتنع من جواك ان انت شخص ما بتعرفش تستمر في اي حاجة، فكل محاولة انت بتعملها ان انت مثلا بتقرأ 10 صفحات كل يوم، فانت بتعمل حاجة ضد نفسك، ضد ذاتك. اما لو انت مقتنع ان انت شخص منضبط، فانا لو بقرأ نفس ال10 صفحات اللي انت بتقرأها كل يوم، فانا كده بدي اثبات لنفسي ان انا شخص منتظم. فرقها كبير، لان انت بتعمل حاجة ضد اعتقادك عن نفسك، وانا بعمل حاجة بتثبت اعتقادي عن نفسي. وهنا يطلع لك الكاتب بافضل جملة موجودة: كل فعل صغير هو تصويت للشخص الذي تريد ان تكونه. كل مرة تقرأ ده تصويت للنسخة القارئة منك، كل مرة تتمرن ده تصويت للنسخة الرياضية منك، كل مرة تكتب ده تصويت للكاتب، كل مرة تلتزم بميعاد او كلمة يبقى ده تصويت لشخص جواك يعتمد عليه. وانت مش محتاج من اول يوم تبقى النسخة كاملة، انت بس محتاج عدد اصوات كفاية ان هو يكسب القديم. وده مهم جدا يا تيحة، لان ناس كتير بتغلط الغلطة دي. ناس كتير بتفضل مستنية انها تتغير الهوية لوحدها وبعدين تبدأ تعمل العادات، زي انها بتستنى انها تبقى هويتها شخصية رياضية وبعدين تبدأ تتمرن. طب اللي هو ازاي؟ لو مستنية الظروف تتحسن وان يبقى عندي عربية ويبقى الجيم تحت البيت، فاهمني، وان الاكل، او اتجوز مثلا لحد ما الاكل يتعمل لي عشان تبقى مراتي تعمل لي الاكل مثلا، او وات ايفر، فاهمني، او نجيب ميزان الاكل عشان احس ان انا عندي كل الاجهزة الرياضية ان انا ابقى شخص رياضي، وبعد كده لازم احس ان انا شخص رياضي عشان ابدا اتمرن. احي الصح انك تبدا تتصرف تصرفات الشخص الرياضي وانت بتغير هويتك لحد ما هويتك نفسها تتكون. والكاتب هنا ظبط الموضوع ده بجمله حلوه قوي: الشخص اللي انت عايز تبقى عليه بيعمل ايه دلوقتي، وبعدين روح هات الدليل واعمله وكرر. بما معناه ان انت لو شخص تخين وقدامك طبق بسبوسه، فانت لازم تفكر لو انا شخص رياضي كنت هتصرف ازاي دلوقتي. كاتب بيقولك ان العاده بتمر باربع مراحل: اشاره، رغبه، استجابه، ومكافاه. يعني في شيء بيلفت نظرك، بعده بتحس برغبه، وبعده بتعمل الفعل، وبعده بتاخد المكافاه. مثال صغير كده: يجي لك نوتيفيكيشن على الموبايل، دي اشاره تحس بفضول، ودي الرغبه تمسك الموبايل وتفتحه، وده الفعل تعرف الجديد او تتسلى او تتشات او تسكرول، دي المكافاه. او تشوف الكنبه بعد يوم طويل تعب، تحس بالرغبه انك عايز ترتاح، تقوم رايح قاعد وتاخد المكافاه اللي هي الراحه. تشوف كتاب على المكتب، ولو بنيت العاده الصح تحس برغبه في ان انت عايز تبدا القرايه، تقرأ وتاخد مكافأة الإنجاز. ومن هنا طلعت القوانين الأربعة لبناء العادة: 1. اجعلها واضحة. 2. اجعلها جذابة. 3. اجعلها سهلة. 4. اجعلها مرضية. ولو عايز تتخلص من عادة سيئة عندك، اعكسه، اخفيها، كرهها، وصعبها، وخليها غير مرضية. وهو ده الإطار اللي هيبني عليه الكتاب بعد كده، إن احنا هنتكلم عن الأربع حاجات دول وإزاي نبني عادة صحيحة وتعرف تكررها بشكل مستمر. اول مشكله في العادات هي ان احنا اصلا ما بنبقاش عارفين انها موجوده. في ست كانت بتحضر اجتماع عائلي، وبعد ما كلت حته من التورته اللي كانت موجوده في الاجتماع، بصت لحماها وحست بقلق غريب ناحيته، وقالت له: حالك مش عاجبني. فرد عليها حماها واللي كان حاسس ان هو كويس جدا، وقال لها: وانت كمان حالك مش عاجبني. المهم انها اصرت عليه وقالت له: لا انت بجد حالك مش عاجبني، انت لازم تروح المستشفى دلوقتي. وبعد حبة ساعات الراجل ده كان بيعمل جراحة منقذة لحياته، بعد أن كشف الفحص إن هو بيعاني من انسداد في الشريان الرئيسي، وكان معرض للإصابة بأزمة قلبية وشيكة. ولولا إن مرات ابنه حست بده كان زمانه دلوقتي من عداد الموتى. طب الست دي شافت إيه وإزاي حست إن هو عنده انسداد في الشريان؟ اللي بيحصل إن لما الشرايين الرئيسية بتبقى مسدودة، الجسم بيبدأ يركز ضخ الدم للأعضاء المهمة والحيوية، وبيقلل وصوله للمناطق الطرفية اللي هي قريبة من الجلد، وده بيعمل تغيير بسيط في توزيع الدم في الوش. تغيير اغلب الناس ممكن ما يلاحظوش، لكن هي لاحظته. ليه؟ لانها بعد سنين شغل طويله مع حالات ازمات قلبيه، عقلها تعود تلقط النمط ده تلقائي من غير ما تعرف تشرحه، ومن غير ما تقدر تقول ايه اللي باين اصلا. لكن في لحظه واحده هي حست ان في حاجه غلط. هي ما كانتش شايفه عرض واضح ولا كان معاها نتيجه تحاليل، لكن خبرتها خلتها تلقط الاشاره دي بدري، وده اللي خلاها تعرف ان الراجل ده مش طبيعي وانه لازم يروح المستشفى دلوقتي.
نفس الكلام في عاداتك اليوميه، في حاجات انت بتعملها تلقائي لدرجه انك ما بقتش شايفها اصلا. تصحى من النوم تمسك موبايلك، تدخل ابلكيشن معين من غير تفكير، ممكن تفتح الثلاجه لمجرد انك عديت من قدامها. انا بعمل ده كتير. ممكن تقول 5 دقايق بس هقعد اخلص الحاجه دي وتقعد فيها ساعه. ممكن تاجل شغلك بطريقه تلقائيه. كل ده ممكن يحصل بشكل اوتوماتيكي. فالكتاب بيقول لك ان اول حاجه لتغيير العاده انك تلاحظها. عشان كده اقترح حاجه اسمها بطاقه تسجيل العادات. يعني باختصار اكتب يومك زي ما هو. مش شرط تجيب ورقه وقلم دلوقتي وتكتب، بس على الاقل على الموبايل على النوت طلع واكتب العادات بتاعتك. صحيت، قفلت المنبه، مسكت الموبايل، دخلت الحمام، شربت قهوه، فتحت السوشيال ميديا، وهكذا. والكلام ده مش عشان تجلد نفسك بيه، لا، هو عشان تشوف حياتك بوضوح، تفهم انت بتعمل ايه في حياتك، ايه العادات اللي بتعملها وانت مش واعي انت بتعمل بيها ايه. لان في فرق بين ان انا احيانا بتشتت واني بفتح الموبايل من قبل حتى ما اصحى. يا باشا انت فتحت الموبايل وكتبت الحاجات اللي بتعملها من اول ما تصحى، او على الاقل اللي انت فاكرهم. دلوقتي الكاتب بيقول لك ان انت لازم تبدا تقيمهم، سواء كانت ايجابيه او سلبيه او حياديه. يعني هي بتنفعك او بتضرك او محايده، ما بتفرقش. وان انت تفهم الحاجات دي مش مجرد رفاهيه، هي الفكره كلها ان انت ازاي هتغير حاجه انت اصلا مش واعي بيها. هنا الكاتب بيديك واحدة من أقوى الأدوات العملية، نية التنفيذ. يعني بيقول لك بدل ما تقول هقرأ أكتر، هتمرن أكتر، هركز، هشتغل، بيقول لك سأفعل السلوك في الوقت وفي المكان. بمعنى هقرأ 10 صفحات الساعة 9 الصبح على المكتب، أو هتمرن 20 دقيقة بعد ما أرجع في الشغل في صالة بيتنا، أو هتقعد تكتب نص ساعة بعد الفطار في الأوضة. ليه بقى الكلام ده مهم؟ لأن الغموض صاحب الكسل، أخوه شقه. طول ما السلوك قدامك مش واضح بيتعمل ازاي، سهل جدا انه يتأجل. لكن لما يجيله وقت ومكان واضحين، العادة تبقى قريبة من الفعل وبعيدة عن الكلام. الكاتب بيقول لك الناس مش بتفشل عشان هم كسولين، هم بيفشلوا لأن خطتهم في ضباب. هنا بقى يا باشا بنخش على فكرة عظيمة الكاتب بيقدمها لنا، اسمها تكديس العادات. وما معنى ابن العادة الجديدة بعادة موجودة اساسا. فمثلا نتيحة انت معفن ومش متعود تغسل سنانك، بس انت متعود تغسل وشك، فانت هتربط غسيل وشك بغسل سنانك. طب ازاي؟ لما تخش الحمام تغسل وشك، فرشة السنان تكون قدام عينك، او مثلا تربط انك بعد ما تغسل سنك تقرأ صفحة، او بعد ما تعمل القهوة بتاعت الصبح تفتح تخلص ملف شغل، او مثلا تحط شنطة الهدوم بتاعتك قدام باب الشقه بحيث ان انت اول ما ترجع من الشغل تاخد الشنطه وتروح تتمرن، او مثلا تربط ان انت هتتمشى 10 دقائق بعد ما تخلص العشاء. والفكره دي ذكيه جدا. ليه؟ لانك بدل ما بتحاول تبدا عاده جديده من الصفر، انت بتحط العاده الجديده على سكه ماشيه اصلا. يعني السكه دي ماشيه، انت كده كده هترجع من الشغل، انت كده كده هتغسل وشك، انت كده كده اول ما تصحى من النوم هتعمل لك قهوه. والمخ بيحب التربيط، فكل ما يبقى عندك بعد ما اعمل كذا هعمل كذا، كل ما العاده الجديده بقت اسهل. بس الكاتب بيأكد على نقطه مهمة، اختار عادة بجد انت بتعملها كل يوم، مش عادة بتعملها كل اسبوع مرة مثلا، او في الايام بتقطع فيها يوم او يوم. لا، اختار عادة انت متأكد 100% انها هتحصل كل يوم. ندخل في حته الناس مش بتحترمها خالص، البيئه. الحته دي بجد انا بعشقها، بموت فيها. هو بيقول لك ان الناس دايما بتقول انها ما عندهاش اراده، ان هم ضعيفين، ان هم ما عندهمش التزام، ان هم مش بيعرفوا يقاوموا. لكن هو بيقول لك المشكله مش فيك يا باشا، المشكله في اللي حواليك كناس وكمكان. ما هو انت لو الاكل قدامك هتاكل، لو الموبايل جنبك هتفتحه، لو الريموت على رجلك ما انت هتتفرج، ولو الكتاب مستخبي مش هتقراه، ولو المكتب مكركب مش هتقعد عليه. يعني باختصار بيقول لك العادة لا تعيش وحدها، العادة لها إشارات، والبيئة هي اللي بتطلع الإشارات دي قدامك طول الوقت. فلو عايز تبني عادة عندك كويسة، لازم تخلي إشارتها واضحة جدا. حط الكتاب قدامك، جهز دايما هدوم التمرين وخليها قدامك، سيب إزازة المية مثلا واضحة، حط الفاكهة في مكان باين، افتح الملف اللي هتشتغل عليه من قبلها، خلي أي حاجة أنت عايزها قريبة منك. ولو عايز تقلل عادة سيئة عندك، خبي الإشارة بتاعتها. يعني لو السناك مثلا نقطة ضعف، ما تملاش البيت كأنك فاتح كشك. لو السوشيال ميديا بتسرقك، ما تخليش الموبايل في حضنك. ولو التلفزيون مضيعك، ما تسيبش الريموت يغمز لك من اول الكنبه. الكاتب بيقول نحن لا ننجذب فقط لما نريد، بل لما نراه باستمرار. فاللي كاتب وضحه في الحته دي، واللي انا برضو عايز اوضحه في الحته دي بجد، ان انت لازم تبطل فكر المقاومه. ما ينفعش تقاوم، ما ينفعش، ما فيش حد بيعرف يقاوم، واللي هيقاوم يوم التاني التالت مش هيقاوم. بطل
مقاومه. امنع المقاومه لانك مش لازم كل يوم تكون بطل. حاول تبعد عن المقاومه يا جدع. لو في ابلكيشن بياخد وقتك ما تسيبوش قدامك وتقول انا هبطل اخشه، ما انت هتضعف. ولو عديت يوم التاني الصح انك تمسحه. بطل مقاومه وابعد عن مسرح الجريمه. لو قعدتك لوحدك بتخليك تعمل حاجات وحشه، بطل تقعد لوحدك. ما تقعدش لوحدك وتقعد تفكر انك هتقاوم. مش هتقاوم. افهم يا تيح. الكاتب في الحته دي بيقول لك ان العاده ما بتبقاش منفصله، هي بتبقى مرتبطه بسياق كامل. بما معناه مكتبك في الوقت الحالي ممكن يكون اشاره للشغل مثلا او المذاكره، سريرك مثلا اشاره للنوم، الكنبه مثلا اشاره للتسويف انت تقعد تاجل وتضيع وقتك، المطبخ مثلا ده مكان للاكل، ممكن في ركنه مثلا عندك في الاوضه مخصصه مثلا للقرايه او الصاله حتى. ودي معناها حاجه مهمه جدا. لو كل حاجه انت بتعملها في نفس المكان دماغك هتتلخبط. يعني لو سريرك مثلا ده بتاكل وبتتفرج على التلفزيون وبتشتغل وبتنام عليه، فطبيعي ان انت تنام بصعوبه. قول الكلام ده لنفسك يا احمد، بجد قول الكلام ده لنفسك. انا اكتر واحد حرفيا، يعني انتوا لو شفتوا الاوضه، انا السرير اهو تمام، انا التلفزيون قصاده، انا حاطط حرفيا الشاشه هنا قصاده، انا بصحى من النوم بشتغل على التلفزيون، او ما بصحى بمسك التليفون بشتغل بكتب سكريبتات او ايا كان، بعد كده بقعد اتفرج شويه على شويه يوتيوبرز، بعد كده بقوم اعمل قهوه وارجع اقرا على السرير في نفس المكان. يعني لما كنت في مصر مثلا كنت لا، يعني كنت بطلع بره بقرا بره، بس حاليا انا بقرا على السرير، بعمل كل حاجه على السرير حرفيا، بخلص قرايه بفرج لي شويه على مسلسلات، بقوم اشتغل في حته تانية او بروح الشغل وات ايفر، كل حياتي هنا على السرير. وده بسبب ان انا ما عنديش كرسي، بفكر اجيب لي كرسي ورا هنا، يعني حتى هنا عشان نملى الباك جراوند دي لازم اعمل كده، لازم بجد ابدا اغير المكان عشان دماغي بدات تتلخبط من ان انا كل حاجه بعملها على السرير او على المكتب هنا. يعني وقت الشغل بقوم هنا على المكتب بعمل كل حاجه، وحرفيا كل حاجه، يعني انا بلعب على المكتب، على البي سي، بشتغل على البي سي. كاتب بيقول لك ان لو كل حاجه بقت متفرقه، يعني كل حاجه مش شرط ان انت في اوضه مختلفه، لا هو بيقول لك عادي في نفس الاوضه، بس انا مثلا الركنه دي انا بصلي هنا، فانا عارف انا اول ما بقف هنا انا كده هصلي مثلا. يعني انا كنت في مصر كان عندي كرسي بره في الصاله، انا ده الكرسي اللي بعمل القهوه بروح اقعد هناك واقعد اقرا. فالكاتب بيقول لك يعني باختصار ان انت لازم كل مكان تحدده ان هو يعمل حاجه، مش شرط اكتر من اوضه، ممكن بس مجرد انها حته بتقعد فيها، حته بتقف فيها. يكون عندك مثلا مكتب، انت لما تيجي تذاكر مثلا الامتحانات مثلا في الجامعه انت بتروح تقعد على المكتب ده، فانت ايا كان اللي بتعمله في حياتك ما تقعدش على المكتب ده غير وقت المذاكره. المكتب ده ما تعملش عليه حاجه تانية. الحركه دي حتى بتساعدك ان انت تركز اسرع، تخش في المود اسرع، لان عقلك متعود انه اول ما بقعد على الكرسي ده على المكتب ده انا خلاص بقيت جوه، خلاص انا بقيت في التركيز في المود دلوقتي، بذاكر بخلص حرفيا. لو انت حاولت تذاكر في اي مكان تاني هتلاقي ان انت عقبال ما تخش في مود المذاكره هتاخد وقت طويل قوي. يعني بص جربها وتعالى لي حرفيا، وبص يعني انت هتدعي لي سنه قدام. الكاتب هنا بيوضح نقطة، الناس الناجحة مش الناس اللي بتعرف تقاوم مسليات الحياة، الناس الناجحة هي الناس اللي بتقلل احتكاكها بمغريات الحياة. الله، يعني الناس الناجحة ما عندهاش انستجرام، الناس الناجحة ما عندهاش تيك توك. ليه؟ هيقعدوا يضيعوا وقت في المقاومة، لا انا مش عايز اخش، لا انا دخلت طب انا هشوف فيديو 2 3. الناس الناجحة ما عندهاش وقت. الناس الناجحة هي بتصحى من النوم شايفة الجيم قصادها، مش الجيم الاوضة اللي جنبها اوضة التمرين، حرفيا بيبعدوا كل حاجة سيئة عنهم. فكرة انك بتصحى من النوم تفتح الثلاجة تلاقي كشك عم محمد عندك، مش هينفع، هتخس ازاي؟ الكاتب بيقول لك ان افضل طريقة لكسر اي عادة هي انك ما تحاربهاش. بطل تحارب يا تيح، بطل بتحارب عندك كل حاجة توديك في داهية قدام عينك ولسه بتحاول تحارب. افهم، مش كل حرب قدامك لازم تخشها، غلط. في حرب انت مش عايز تخشها ممكن تكسبها يوم تخسرها 10. دي المشكلة اللي بنقع فيها وعشان كده بنفضل فاشلين. ما يا حبيبي انت لو عندك عادة واحدة مبطلها، اول ما تعملها انت كده ما عدتش مبطلها، وقعدت اسبوع مبطلها، رجعت تاني ما عدتش مبطلها. بطل تقاوم، اهرب. الهرب هو الصح. مؤاخذة يا تيح، جيت عليك شويه، انا اسف حقك. انا لساني حسيت ان انا بكلم نفسي القديمه تحديدا، كنتش فاهم لسه في حاجات مش عايز اهرب منها لان بشوفها ان هي السبيل للهرب شويه من الواقع، وده مش غلط، عادي. يعني سيب شويه حاجات انت بتحب تعملها وعارف تبدا فيها وقت عشان انت عايز تهرب شويه من الواقع، مفيش مشكله. بس غير كده يا تيحه بطل تقاوم بجد، والله هتخسر، صدقني هتخسر. فاهمني؟ انت عارف ان الحاجه دي غلط ايا كانت ايه هي، ايا كان العاده اللي انت بتعملها والحاجه اللي بتعملها في يومك، عارف انها غلط، بطل تقاوم. فاهم ازاي؟ لو انت ليك صحاب مثلا بيكلموك كل يوم عايزين ينزلوا، فاهم، وانت عارف انت النزول معاهم تضيع وقت وما بتستفدش
منهم حاجه والكلام بتاعهم يعني، وانت عارف خلاص يعني انت بتنزل مع اصحابك عشان تغير جو. طب انت كل يوم بتغير جو، طب ها ماذا بقى؟ ماشي خلاص هرد عليهم واكنسل واقول لهم لا مش هنزل وبتاع بلاش النهارده وبتاع ما اعرفش ايه، صح؟ بتبقى صعبه ويقعدوا يزنوا عليك يقول لك لا يا باشا انزل، لا ما اعرفش ايه، لا ما اعرفش ايه. انت هتقعد في البيت تعمل ايه؟ فاهم؟ هم مش فاهمين انت عايز تعمل ايه في البيت، بس انت عندك هدف، عندك حلم عايز تحققه، عايز توصل له، بس انت بتوافق وبتنزل معاه وبتضعف. طب ما تعمل ايربلين مود، شغل وضع الطيران يا باشا، اديها واحده وضع طيران، انت كده هربت. هم هيتصلوا بالك مقفول، خلاص خلصت. هيعملوا ايه؟ هيقول لي انت هيعملوا ايه؟ هيوصلوا لك ازاي؟ فاهم حاجه؟ مش عارف اقول لك ايه والله يا تيحه. يعني بطل تقاوم، ابوس ايدك. حتى لو خلعت من صحابك يوم التاني التالت الرابع مش هتخلع صدق. بطل ترد عليهم هيفضلوا يرن، ما فيش. الكاتب هنا بيرجع يربط كل حاجه ببعضها. الحته دي صغيره بس الكاتب فيها بيوضح نقطه هتفرق قوي. بيقول لك ان الفرق ما بين الناس الناجحه والناس الفاشله، حتى لو الاثنين عندهم عادات، ان واحد فيهم ملتزم والتاني متلخبط. واحد دنيته مترتبه وواحد دنيته مش مترتبه. واحد دنيته ممكن تعتمد على الظروف، واحد دنيته لا. يعني واحد ممكن مثلا ان هو بيروح الجيم بعربيته وعلى العربيه دي هو واخوه مشتركين فيها، فهو ممكن مثلا اخوه ياخد العربيه النهارده فهو ما يعرفش يروح الجيم فما يلتزمش، فدي حاجه ما تنفعش. فانت لازم دايما تعمل احتمالاتك ان انت كل حاجه تبقى جاهزه، تنظم بيئتك دايما بطريقه انها مش هتتغير. اقول لكم حاجه، انا عندي عاده مثلا بصحى من النوم، انا اول حاجه بعملها مثلا بمسك الموبايل بقلب 5 دقايق اعرف في ايه في الدنيا، وبعدين بقفل بروح اشغل البي سي على طول، اللي هو ايه اكون جاهز للشغل، فاهمني؟ عشان حته تشغيل البي سي دي ممكن انا دي تخليني اكسل للدرجه دي، اللي هو انا لسه شغال البي سي واقعد استنى. لا انا بي سي عندي جاهز. انا حرفيا بكتشف ان انا كل شويه بقوم بعمل حاجه على البي سي وارجع، لحد ما بتيجي مره بقوم قايم قاعد وبفضل قاعد بقى، فاهمني؟ ما اكمل الشغل بقى، بسهر على الشغل. فاللي هو بيقولوا كل حاجه لازم تكون مترتبه. انا قاعد على البي سي يعني، حتى مثلا بشغل البي سي انا جنب البي سي حاطط ورقه وقلم وفاتح، يعني فاهم؟ فاتح ورقه وقلم ومجهز الكتاب عندي. قبل كده زمان ما كنتش بعمل الكلام ده طبعا، بس انا قريت الكتاب ده مرتين 3 مرات قبل كده حرفيا. انا بعد تكرار كتير للحاجات دي خلاص بقيت عارف ان انا لازم حياتي تبقى متنظمه، كل حاجه حواليا انا عارف ازاي انا مش هتلخبط، انا لازم اكون منتظم. في ناس هتقول لك ان الحوار ده بيبقى ملل، وان البيئه بتاعتك تبقى مظبوطه بالملي، انت كده مش عايش حياتك صح. اقول لك يا صاحبي، انت لو انت منظم في الانبساط انت مش هتبقى عايز تنبسط. خد دي يا تيحه، لك ان تتخيل يا تيحه انا عامل لنفسي عدد ساعات معينه في الانبساط، يعني مثلا ساعه ساعتين مثلا في اليوم انا يا اما بلعب على البي سي جيمنج او بتفرج على انمي. فور اكزامبل انا من محبين ون بيس، لك ان تتخيل يعني الساعه دي ببقى مستني انها تخلص بالعافيه، مش من حبا للشغل لا، بس لو انا بقيت منظم فانا بقيت ببسط. انا عايز اقوم دلوقتي خلاص انا هعمل حاجه تانية، لا انت مجبر دلوقتي تقعد. ليه؟ عشان كل حاجه في حياتي واضحه، انا عارف انا هعمل ايه. ده اللي بيخلي اي انسان يوصل لبعيد. الكاتب يقول لك ان انت محتاج تصميم بمعنى تصمم حياتك بحيث ان هي اللي تساعدك. تصمم اوضتك، مكتبك، وقتك، ادواتك وترتيبك، لان التصميم الصح لحياتك بيوفر عليك معارك كتير انت مش مضطر تخشها. المشكلة مش انك مش عارف الصح، المشكلة ان الصح عندك صعب والغلط سهل. عارف انك لازم تشتغل بس التسويف اسهل، عارف انك لازم تتمرن بس الراحة احلى، عارف انك لازم تلتزم بس العادة الوحشة دايما اسهل في الوصول. وهنا تبدأ تكره نفسك وتقول انا ضعيف، بس انت مش ضعيف، انت بس مخلي العادات الغلط اسهل واحلى واقرب. والكاتب جاي يصلح لك الحوار ده، مش ان هو يحفزك ويديك الباور والكلام ده، لا خالص، بالطريقة الصح العلمية. ازاي تخلي الصعب سهل والسهل صعب، يعني بدل ما تفضل في حرب يومية مع نفسك تبدأ اخيرا ترتب اللعبه بحيث ان نفسك ذات نفسها تمشي في الاتجاه الصح. دي الحلقه الثالثه من كتاب اتوميك هابت. عايزين نعمل مراجعه سريعه كده بالصلاه على النبي. في الحلقتين اللي فاتوا الحلقه الاولانيه اتكلمنا عن قصه الكاتب والمعنى اللي عاشها لحد ما وصل للحال اللي هو فيه. في الحلقه الثانيه اتكلمنا اول حاجه عن العاده وازاي بتتكون العاده، وقلنا انها بتتكون من 4 حاجات: الاشاره، الاستجابه، الفعل، والمكافاه. واتكلمنا برضو عن اول حاجه فيهم الاشاره، وقلنا ان انت لازم تخلي العاده واضحه جدا قدام عشان تعرف تشوفها وتعملها وتفتكرها، لان في كتير مننا بينسى يعمل حاجه معينه، او ان هو مثلا لازم ياخد الدواء، فلو الدواء مش قدامه هياخد الدواء ازاي؟ هيتعود على العاده ازاي؟ في نفس الوقت اتكلمنا ان انت لو عايز تخلص من عاده ان انت تخليها مش واضحه. معنى كلمه مش واضحه انها ما تبقاش قدامك، فما تخليش دايما عندك ثلاجه في البيت كلها ريد بول وتقول انا عايز اقطع غازيات، مش منطقي. اهم حاجه تكون فهمت يا تيحه. بس في حوار ان انت شفت العاده وافتكرتها حاجه وان انت مشتهيها حاجه تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اشوف الكتاب قدامي وما اقراهوش، اشوف هدوم الجيم مرميه قدام الباب واقول لها ربنا معاك يلا توصلي بالسلامه الجيم، او اشوف ملف الشغل حتى واقعد دايما ابعد عنه عشان مش عايز اشتغل. الله، طيب يا باشا ما دي المشكله، ان انا احيانا بفتكر العاده اللي انا عايز اعملها بس ما بعملهاش. اوبا، ده انا عندي ليك يا تيحه كميه قصص حوار اتقل عليها. الكاتب هنا يخش على الحاجه الثانيه. الكاتب بيقول لك لو عايز عاده تعيش معاك ما ينفعش تخش عليها كانك داخل على امتحان ثانويه عامه، مش هتمشي، فاهم؟ لازم يكون فيها كده دلع، اغراء، انت من جواك عايز تعملها. فهمني ازاي؟ لازم يكون في حاجه انت عايز تعمل العاده دي عشانها.
الكاتب هنا اتكلم عن نقطة جبارة، بيقول لك اللي بيشدنا للعادات مش المكافأة ذات نفسها، لا ده توقع المكافأة. خد الصدمة، يعني اوقات كتير مش الاكل نفسه اللي بيشدك، لا ده توقع الاكل. تخيل الاكل قدامك هو ده اللي بيشدك انك تروح تاكل، مش السوشيال ميديا نفسها اللي شداك، لا فكرة ان في حاجة جديدة مستنياك ده اللي شدك. المكسب نفسه هو اللي شدد رغبتك، وده ليه علاقة كبيرة جدا بالدوبامين. الناس فاكرة ان الدوبامين بيطلع بعد المكافأة، يعني مثلا انا مأنتخ وبتاع قلت انا هاكل اكلة حلوة، فقمت رايح فتحت ابلكيشن ما بينتهي بحرف الالف تاء وبدات ادور على الاكل جواه، وقمت طالب جه الاكل وقعدت تاكل. تفتكر انت امتى الدوبامين عندي كان في اعلى مراحله؟ الدراسات اثبتت يا باشا ان الدوبامين بيعلى لما انت بتتخيل النتيجه مش النتيجه نفسها. خد الصدمه، يعني انت لما بتتوقع النتيجه الدوبامين وهرمون السعاده عندك بيعلى اكتر من لما بيعلى بعد ما تاكل النتيجه. يعني الاكل قدامك انت عمال تاكل، الدوبامين عندك معليش بنفس الدرجه لما تكون الاكل قدامك قبل ما تاكل. تخيل الاكل قدامك اهو حالا خلاص محطوط على الترابيزه، فاهم؟ انت تقعد تاكل، انا قاعد دلوقتي هاكل الاكل شايفه قدامي، انا الدوبامين عندي عالي، حلو بدات اكل، الدوبامين وقع ما وقعش قوي تحت، لا ما بقاش عالي بنفس قبل ما اكل او وانا بطلب. برضه مش الحوار ده النوتيفيكيشن اللي بتجيلك، فانت بتتوقع النتيجه بيشدك للتليفون، عايز تعرف ايه اللي بعد. نفس الموضوع في صوره الشيبسي، نفس الموضوع هو بيشدك بيخليك تتوقع النتيجه. فالكتاب هنا بيفهمك حاجه حلوه قوي، ان لو عايز العاده تشدك لازم تكون ايه؟ مغريه. ايه رايكم صحيح في الاسلوب الجديد؟ انا قللت فوكال لينث بحيث ان انا الحاجات اللي ورايا تبقى واضحه اكتر، مع ان مفيش حاجه ورايا يعتبر. يعني هو السيف ده هو البوستر بتاع لوفي ده اللي مش متنور اساسا، ولوفي هنا والطاقيه هنا. الفكره ببساطه اربط حاجه بتحبها بحاجه لازم تعملها، بسيطه الفكره. هتقول لي ما انا فاهم الكلام ده، حد بيجي يقول لي وانت بتذاكر مثلا حط بعد كل شابتر حته شوكولاته عشان تذاكر وتستمتع وتتبسط وما الى ذلك. بس في الحقيقه تيحه يعني انت صح لحد ما، بس انت كالعاده غبي يعني، فالموضوع اعمق من كده، فخلينا نتناقش فيه شويه وافهمه لك اكتر. الكاتب هنا استدل بقصه حلوه جدا. شاب عادي زيك بيحب يتفرج على ابلكيشن كده بتاع افلام ومسلسلات لونه احمر وفي حرف الان. في نفس الوقت الشاب ده مليان شبه كده تيحه تخين ملوش 30 لازمه، فقرر ان هو يعمل ايه؟ يجيب تريد ميل. ايه هي تريد ميل؟ اللي هو جهاز المشي ده. فقام الراجل حاطط نتفليكس قدامه يا باشا على الشاشه وقال مفيش فرجه الا لما اقوم امشي على تريد ميل. مش الزامي يعني هو يمشي على تريد ميل وبعد كده يقوم يتفرج على البتاع، لا هو بيمشي بيتفرج. ودي كانت العظمه بقى، رابط المتعه بالتمشيه لدرجه انه احيانا بيبقى عايز يتفرج على حاجه فتلقائيا بيروح بيقف على البتاع وبيبدا يمشي تلقائيا، وعلى حسب كلام الكاتب جابت معاه نتائج رهيبه. ودي نقطه حلوه جدا من الكاتب، لان هو بيقولك ما تخدعش نفسك باي هبل شوكولاتات او حاجه، لا ما تفضلش مستني المكافاه. هو بيقولك اربط العاده اللي انت عايزها بعاده تانية صحيه، تتفرج على حاجه، بتعمل حاجه. في ناس كتير بيعملوا الحوار ده، في ناس كتير مثلا بتسمع اغاني مثلا وهي بتقرا كتاب، في ناس انا اعرفهم شخصيا بيحبوا يسمعوا اغاني يكون في مزيكا شغاله وهم بيقراوا، في ناس ثانيه بتحب تسمع اغاني وهي بتشتغل. لازم اشتغل على الروقان، بعمل عاده وعاده تانية في نفس الوقت، واحده بحبها واحده مش بطيقها. فبقى بالنسبه لي الشغل وانا بسمع مزيكا ده حوار. ليا واحد اخويا يعتبر والله يعني ما بيعرفش يبرمج اللي هو بيسمع اغاني، بروجرامر، هو هيحط السماعات فاهم يقعد يسمع اغاني هو عمال يبرمج. بالنسبه له دي حته تانية بيتبسط بالبرمجه كده حرفيا. بقى بالنسبه له انا عايز اسمع اغاني، انا لازم اقعد ابرمج دلوقتي. بقى بيحب البرمجه بسبب الاغاني. فطالما المخ بيحب الاغراء والحاجات الحلوه، اربط العاده الكويسه مع الحاجات الحلوه، مش شرط كل حاجه تخلص منها، سيب شويه حاجات تنفع تتاقلم مع الحاجات التانية. الكاتب بيقول لك يا تيحه الحاجات اللي بتشدك مش من صنعك انت، يعني مش انت اللي اخترتها، في جزء كبير منها متعلق بالناس اللي حواليك. لازم تفهم الحوار ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البشر بطبيعتهم بيحبوا الانتماء، زيك انت يا تيحه كده منتمي للتحاتيح اللي عندي، بتحبوا تقلدوا بعض، بتحبوا تحسوا ان انتوا جزء من الجماعه. مثال، انت لو وسط ناس بتحب تقرا هتحس ان القرايه دي اقل غرابه من الطبيعي، بالذات ان في مجتمعنا دلوقتي ان واحد بيقرا كتاب ده حاجه غريبه. لو انت وسط ناس يا تيحه كلها بتروح الجيم هتلاقي ان انت اساسا برضو بتروح الجيم طبيعي، بالذات حتى انت لو شفت على السوشيال ميديا اغلبيه بتوع الجيم كلهم بفه واحده، كلهم بينزلوا بيقعدوا بيصوروا تيك توك بيعملوا حاجات كتير. ولو انت وسط ناس شغلهم منظم شغلك انت كمان هيبقى منظم اجباري مش بمزاجك، حتى لو انت الوحيد الفاسد ما بينهم هينظموك بالعافيه. كاتب بيقول لك انت ما بتبنيش عاداتك لوحدك، المجتمع بيبنيها لك كمان. يعني مثلا نرجع لاخويا البروجرامر ده مثلا، انا هو جت لنا فتره كنا ملتزمين على الجيم سوا، حرفيا احنا يلا نخرج انزل عدي عليه نروح الجيم نتمرن بعد كده نخرج، فهي الخروجه بتاعتنا بتبدا كده. فبقى الموضوع عاده لان ده اول مكان هنروحه طبيعي نخلص
نخلص الجيم وبعد كده نتحرك. عشان كده الكاتب بيقول لك ان اهم حاجه لبناء عاده انك تدخل البيئه المناسبه. يعني ما تتوقعش يا حبيبي تيح ان انت لو صحابك كلهم مدخنين ان انت هتبطل تدخين، وما تتوقعش ان لو صحابك كلهم تخان ان الجيم بالنسبه لكم او بالنسبه لك يا تيحه هيبقى حاجه سهله، هيبقى حاجه رخمه. ده الطبيعي وغريبه ليه كل صحابك كلهم وانت يا تيحه عارف ان في فرق كبير من حاجه بتعملها لوحدك وحاجه حاسس الناس اللي حواليك كلهم بيعملوها. مين هما الثلاث انواع اللي احنا حرفيا بنقلدهم؟ الناس القريبه مننا والناس الكتير والاقوياء او الناجحين. يعني انت تيجي بتقلد اسرتك، صحابك، شلتك، ومجتمعك. خد بالك في فرق بين الصحاب والشله، لان مش كل حد في الشله من صحابك ومش كل حد من صحابك من الشله. عادي انت ممكن تكون من شله وليك واحد صاحبك في شله تانية اساسا. وكمان بنقلد الناس اللي احنا شايفينهم في مكانه اعلى. وعلى كلام الكاتب الحوار ده بيفسر حاجات كتير جدا. بيفسر ليه العادات بتنتشر بسرعه، بيفسر ليه شويه حاجات غريبه عننا بدانا نعملها، ليه في تصرفات من بره بدأنا نتبناها احنا، واحيانا في ناس بيعملوا تصرفات مش مقتنعين بيها بس عشان ما يبقوش مختلفين. فالكتاب هنا بيقول لك ما تختارش بس صحاب كويسين، لا اختار بيئة صح تخلي الحاجة اللي انت عايز تعملها مقبولة مش مرفوضة. فما تروحش وسط عيال صيع بيشربوا وبيعملوا وبيسووا وتقول لهم يلا نروح الجيم، هيستغربوك، هتحس انت بمقاومة في حياتك. الا لو انت كنت جوبة طبعا يعني ونزلت الجيم وخليت البفة كلها تنزل الجيم من وراك عشان انت عظيم جدا. يعني مختصر مفيد، ما تحاولش تطلع على المسرح، ما تعملش حاجات غريبة. انا كنت في شلة والله في فترة من الفترات وكنت الوحيد اللي بقرا كتب، والحوار ده كان مستفز. على عكس حاليا مثلا انا في شله دلوقتي انا لسه الوحيد اللي بيقرا كتب، بس احنا كلنا عندنا عادات مختلفه مخليه اللي هو قشطه عادي. يعني ما حدش هيقعد يقول ايه يا اسطى ولسه في حد بيقرا كتب، لا عادي. يعني كل واحد عنده حاجه اغرب من التاني. ولكن مثلا لو بصيت على الشله اوفر اول هتلاقي مثلا اتليست في 5 بيروحوا الجيم من اصل مثلا ان احنا 10 يمكن اكتر اساسا. هتلاقي مثلا ان كلنا 9 من اصل 10 يمكن ال10 كلهم بيشتغلوا على نفسهم، كلنا بنشتغل على نفسنا. فده مدينا اللي هو عادي ما نتقابلش كتير، احنا مشغولين وكل واحد بيشتغل على نفسه على قد ما بيقدر، كلنا طامحين لحاجات عاليه. فالطبيعي اللي هو ما نتقابلش، ممكن نقعد بالسنتين ما نتقابلش. في ناس بقالي 3 سنين ما قابلتهمش حرفيا، خلاص كله مركز على نفسه، كله دلوقتي عارف هو هيعمل ايه. فاختار البيئه يا تيح، وانا عارف ان انت معايا في الشله يا تيح، وبصراحه فخور بيك يا تيح، بوسه ليك. طبعا ده عكس القانون، بمعنى زي ما اتعلمنا ازاي نربي عاده احنا عايزين نتخلص من عاده. الموضوع على حسب كلام الكاتب واللي انا مش مقتنع بيه شخصيا. انا قلت لك يا تيحة انا في حاجات بقتنع بيها ومش بقتنع بيها، بس انا هقول لك وانت ودماغك عندك 4 حيطان اختار واحده فيهم. هو بيقول لك ان عكس القانون لو انت ما عرفتش تخفي العاده لازم تخفي توقعك او تخليها غير جذابه. بمعنى لو انت بتشرب سيجاره فانت كل اللي بتفكر فيه مثلا الدوبامين، حته السبايك بتاع الدوبامين دي بتعلى اول ما تتخيل السيجاره وانت اكلت اكله حلوه. الدوبامين امتى بيعلى؟ لما بتتخيل السيجاره بعدها، فاهمني؟ تخيل السيجاره دي اعلى مرحله بيعلى فيها الدوبامين، مش وقت ما تشرب السيجاره. الدوبامين بيعلى وانت بتشرب السيجاره ده كده كده، بس مش قوي زي ما انت تخيلت السيجاره. واو انت فاهمني يا تيح، انا عارفك مدخن انت فاهمني. فالكاتب بيقول لك انا مش قابل بطريقه التفكير دي خالص. بدل ما انت تيح بتقول السيجاره دي هتهديني مثلا او هتروق دماغي مثلا، حاول تشوف نفسك ان انت مش قادر تعيش من غير السيجاره دي، ان انت شخص فاشل عشان انت بتفكر انت تشرب سيجاره، لان السيجاره بالنسبه لك هي اللي بتتحكم فيك، او اي عاده تانية ايا كان. انت بتقول ان انت مش قادر تقاوم حاجه زي دي، او ان الحاجه زي دي هتبقى وحشه جدا. فالكاتب بيقول لك حاول تغير منظورك عن الحاجه عشان تعرف تلغيها. انا مش مقتنع بده. لماذا؟ نخش على الجزئيه بتاعتي. لان انا شايف ان انت عشان تخلي حاجه وحشه مش جذابه دي حاجه شبه مستحيل، لان لو كانت مش جذابه انت ما كنتش هتعملها من الاول. فاهمني ازاي؟ لان انت مهما حاولت تخليها مش جذابه هتفضل كذابه، عشان كده انت بتعملها. وما انت بتعملها ليه؟ المشكله ان حتى نهايتها الوحشه ممكن ما تكونش دلوقتي، ممكن تكون على بعد سنين طويله جايه. زي مثلا ان انا قاعد واشتهيت الاكل الفاست فود مثلا وانا انسان رياضي، لو كلت دلوقتي مش هتضرر في ساعتها ولا كمان اسبوع، ممكن كمان 20 سنه 10 سنين. فهيبقى صعب جدا ان انت تخلي حاجه مضره غير جذابه. فعشان كده انا دايما برجع للاسلوب اللي شايفه اصح دايما ان انت تتخلص من عادات، ان انت تخليها اقل مقاومه، اللي هو يرجع للقانون الاولاني اجعلها مخفيه. ليه؟ اجعلها واضحه، ده قانون بناء العاده، اجعلها مخفيه. يعني لو عندك ابلكيشن طلبات مثلا امسح، لو بتشرب ابعد اي حاجه بتخليك تحتاج حتى او تفتكر السجاير. اي سجاير قدامك شيلها، اي حاجه قدامك شيلها، هتفتكر، بس على الاقل ما فيش حاجه قدامك تعرف تمشي حالك بيها دلوقتي.
بعد ما الكتاب قال لك خلي العاده واضحه جذابه، بيقول لك دلوقتي خليها سهله، بمعنى ان في ناس كتير واخدين التغيير ده كاختبار رجوله مثلا، اللي هو انا بلعب على شرفي دلوقتي، لازم الخطه تبقى مولعه نار، بيبقى عليا اعمل 100 حاجه في يوم واحد، اعمل الحوار ده كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. الموضوع بيبقى صعب، فانت يا دوب بتستمر عليه 3 ايام اسبوع لو انت جامد، بعد كده الموضوع بيبقى صعب فما بتعرفش تكمل، فبتبقى ساعتها مش راجل وخسرت شرف. الكتاب بيقول لك لا يا حبيبي، النجاح مش دايما للاقوى، كتير منه للابسط للاسهل للي احتكاكه اقل. الكاتب بيفرق ما بين الحركة والفعل، بيقول لك الحركة انك تخطط، بتبحث، بتقرأ، بتفكر، بتحضر ادوات، بتكتب افكار، بتتكلم عن اللي هتعمله، انما الفعل انك تفعل، تعمل الحاجة نفسها. يعني مثلا تشوف فيديوهات عن الجيم او تقرأ عن الجيم حاجة، وانك تتمرن دي حاجة تانية، انك تكتب خطة لقناتك ودي حركة، وان انت تصور وتمنتج ده الفعل، ان انت تجيب النوت بوك والقلم والكتاب وتلم الدنيا وتنظف المكتب وتجهز وتخلص كل حاجة دي حركة، انما ان انت تقعد وتذاكر ده فعل. الكاتب بقى هنا يا تيحة بيوجعك شويه، بيقولها لك في وش، احنا بنحب الحركه عشان هي بتحسسنا اننا بنتقدم او اننا هنتقدم، ولكن مفيش حاجه بتقدمنا بجد غير الفعل. يعني الحركه مريحه نفسيا وبتخليك مولع، ولكن الفعل بيخوف، والحركه مجرد بتاجل الفعل. لان يا حبيبي انت ممكن تذاكر بنوت بوك وقلم، خلصت، مش لازم تحضر المكتب كله. الحقيقه انت بس بتاجل المواجهه بتاعت الفعل عشان انت خايف تشتغل وما تلاقيش النتيجة اللي انت مستنيها، او انت خايف من كمية الشغل اللي عليك، وفي كلتا الحالتين انت ما بتشتغلش، انت قاعد تعمل حركات من غير فعل. وده حقيقي بشكل مستفز يا تيحة، عشان في ناس حرفيا عندهم 10 خطط، عندهم بدل القلم 10 اقلام، عندهم 4 نوتات مش نوتة واحدة، الاهداف بقى لها سنين، لكن لحظة الفعل. باختصار بلاش تلخبط ما بين الاحساس بالتقدم وما بين الفعل او التقدم الحقيقي. الكاتب هنا بيقول لك حاجه حلوه، في ناس كتير يا تيحة ويا احمد بتأجل البدايه عشان مستنيه المثاليه، زي قناه اليوتيوب دي اكبر مثال قدامك، مع ان اللي وصلني للحته دي هو التكرار مش المثاليه. في ناس كتير بتأجل البدايه عشان مستنيه المزاج المناسب، مستنيه الروتين المثالي، اللي هو انا بصحى من النوم بتمرن بعمل بسوي 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 بسوي، بعد كده بروح الشغل، بعد كده برجع بسوي بسوي بسوي. في ناس كتير مستنيه المكان المناسب، وفي الاخر يا تيحة مفيش حاجه بتحصل. يا دي المصيبه. الكتاب بيقول لك ان انت اول مره تعمل الحاجه مش هتطلع حلوه، اسمع مني، اول مره تعمل الحاجه مش هتكون حلوه، ولا المره اللي بعدها، ولا المره اللي بعدها، ولا بعد 10 مرات تطلع حلوه، ولكن في كل مره في حاجه هتتحسن. لكن في ناس فاكره انها لازم تتعلم كل حاجه في الدنيا عشان تعمل الحاجه، ودي مشكلتهم، ان انت فاكر ان انت لازم تعمل كل حاجه في الدنيا عشان تعمل حاجه. حبيبي غلط، ابدا حبيبي، ابدا اغلط، ابدا اغلط، ابدا اغلط اغلط اغلط، اعمل باللي انت تعمله، اعمل اي حاجه، ارجع لاي رابر في التاريخ، ارجع هات لي اي رابر من بتوع مصر كلهم، شوف اول تراك ليه، شوف اخر تراك ليه، شوف حرفيا اول تراك ليه واخر تراك ليه، شوف اول تراك بدأ فيه كان عامل ازاي واخر تراك ليه عامل ازاي، ككواليتي، كاداء، ككتابه، كسكريبت، كاي حاجه. شوف الفرق ما بينهم. مش بقول لك ان هم بيعملوا شيفت مثلا لنوع تاني، يعني بيغنوا نوع واحد من الاغاني وقلبوا على نوع تاني من الاغاني، لا، بكلمك لو شفت اول مايك صوروا بيه، وليا ناس اعرفهم من الفيلد ده، حرفيا اول تراك ليهم انا كنت شايفه بعيني، كان اساميهم غير اساميهم، مش عايز اجيب اسمه بس ما علينا، اخر تراك ليه دلوقتي حته تانية، او مايك غير، صوت غير، كواليتي، بص، برودكشن غير، حته تانية. اللي بيعلمك العاده هو التكرار، ان انت ابدا يا حبيبي اعملها غلط وبعد كده شوف. ما هو انت مش هتتعلم الجيم بعد ما تشوف 100 ريل حرفيا عن الجيم او 100 فيديو عن الجيم، مش هتنزل انت تتمرن تبقى جامد، لا يا حبيبي، انت هتنزل تتمرن والناس تضحك عليك. انا بقولها لك اهو، اسمع من المجرب. انا اول مره نزلت الجيم كنت بتمرن غلط فحش، يعني حرفيا كنت في حته تانية، يعني كنت بتشوف كنت برفع الاوزان كده كاميرا، بس ما كنتش مهتم، لان انا طبيعي اتمرن غلط لحد ما اتمرن صح، وكنت بشوف، براقب، بتعلم، بشوف الناس. كان في ناس كويسه والله بتيجي تقول لي لا يا باشا انت بترفع غلط، كده خطر على الكتف، كده خطر على الرجل، غلط على المفصل، كده غلط على حياتك، فاهم؟ فانت يا حبيبي ابدا وهتتعلم بالتدريج، دي الطريقه، دي الصياعه عامه. تصوير قطع وانا تعبت فصورت اليوم اللي بعديها بنفس اللبس. هنا يا تيحة الكتاب بيشرح لك انك لازم تاخد اقل طريق في مقاومه، بمعنى، او خليني اقول لك الحوار ده حصل معايا انا شخصيا. من يومين فاتوا انا كنت بصور على التيك توك وبمنتج وبتاع وبنزل على التيك توك وعايز التزم لان ده بورتفوليو خاص بيا. فالمهم ان بدات الاحظ ان انا عندي شويه مشاكل في حاجات، عامله لي ديلي، تاجيل، كل شويه عمال اجل، كل شويه طب هصور بكره، طب هصور بعده، طب هصور بعده. فقعدت افكر ايه سبب الحوار ده، وتوصلت ان انا اوت اوف كونتنت، غير ان حوار التصوير بالنسبه لي بقى رخم، لان كل مره بقول انت يا دوب هتفتح الكاميرا
وتصور بقول طب ما انت هتقول ايه؟ طب ما انت الكونتنت عندك مش جاهز اصلا. فانا كل مره عشان ابدا اصور بعد كده اروح امنتج بقعد افكر طب انا هتكلم عن ايه؟ طب انا هكتب ايه؟ طب ايه السكريبت هيكون عامل ازاي؟ طب انا فقلت حلو قوي الحوار ده. قمت رايح لعمه تشات جي بي تي وكاتب له انا عايز شيت كامل لحد اخر الشهر يكون في افكار يوميه عن الكتاب ده وسكريبت، ودي الطريقه بتاعتي في السكريبت، اكتب لي زيها. كتب لي سكريبتات مش احسن سكريبتات ممكن تتكتب، ولكن بالنسبه لي اهو لو الدنيا بايظه وانا مش قادر اصور انا عندي السكريبت جاهز، انا عندي الفكره جاهزه، انا يا دوب هضغط ريك واصور، انا عندي كل حاجه جاهزه. في مثال تاني بقى، مثلا انا بحب اتمرن بس انا المشكله حاليا ان انا معيش عربيه، فعشان انا اروح للجيم ده كان حوار، ومع ذلك انا رحت واشتركت 3 شهور، بس 3 شهور رحت منهم قد ايه؟ اول شهر. بعد كده لقيت الموضوع مستحيل اجازه، انا بخسر فلوس عباره ما اروح للجيم وبخسر فلوس وانا راجع، ده غير الوقت اللي بيضيع. فبقيت افكر فيها اللي هو مش جايبه همها، الموضوع لازم يكون اسهل. قمت عامل ايه؟ استنى اوريك شويه حبال. شايفين الحبال؟ يعني دي حبال يا تيحه اهي. ليه بقى يا تيحه عملت انا الحوار ده؟ عشان اسهل عليا حوار الجيم. لو انت مشكلتك في الطريق لحد الجيم يا عم انا جبت لك الجيم لحد عندك اتمرن. وبالفعل في الاول بدات اتمرن، قلت ايه بقى خلاص انا بقى عندي جيم وهتمرن كل يوم وبتاع ما اعرفش ايه. هتافور انت كده، بقيت خليت الموضوع صعب فاهم؟ لا قمت مخليها 3 ايام. بتمرن 3 ايام في الاسبوع. وبالفعل بعد اول اسبوع اسبوعين في نتائج، ولقيت نفسي بلتزم. يعني هي في الاسبوع كلها 2.5 ساعات حرفيا، في الاسبوع كله 2.5 ساعات تمرين. بعد 3 شهور فورمه، خلص الموضوع سهله. فالكتاب بيقول لك بدل ما تقاوم طبيعتك ان انت كسول، لا يا باشا استخدم طبيعتك لصالح، خلي الحاجات دايما قدامك سهله ومفتوحه. يا دوب انت يعني عارف انا مكسل على الاخر فانا هعملها، اللي هو الجيم موجود في البيت، يعني انت مفيش اكثر من كده. السكريبتات جاهزه هتقوم تصور على طول. بص اقول لك حاجه، لو انت تفتح قناه على اليوتيوب خلي المونتاج مينيمم، اقل حاجه. اكتر حاجه بتاخد وقت خليها اقل حاجه، لو قصقص بس فاهم، قصقص بس ولون ونزل. سهل كل حاجه المستوى انت قادر عليه، ما تخليش كل حاجه صاحب ولازم تكون بروفيشنال وما اعرفش ايه وبتنجم. خلي ايزي يا تيح، ايزي يا بابا. والناحيه الثانيه بقى لو انت عايز تبطل عاده، بيقول لك زود الاحتكاك بينك وبينها او زود الصعوبه بتاعتها. فمثلا خد التركايه دي، لو انت من النوع اللي بيشرب سجاير حط علبه السجاير في العربيه. ده مثال لو انت عندك عربيه، فانت كل ما تحب تشرب سيجاره انت هتنزل لحد تحت، تفتح الباب تاخد علبه السجاير، تاخد سيجاره وتطلع تشربها فوق. نفس الموضوع لو انت في الشغل، سيب علبه السجاير تحت. لو انت في اي حته اي حاجه انت مدمنها او عاده انت مدمنها صعبها على نفسك. اقول لك تركايه حلوه، انا مسحت الابلكيشن السوشيال ميديا كلها حرفيا كلها، ما عادش عندي اي حاجه في على الموبايل التاني، والموبايل التاني دايما قافله وحاطه في الدولاب. عايز تسكرول يا حبيبي روح افتح الدولاب، خد الموبايل افتحه فك اللوك خش على الاكونتات. واحيانا بعمل لوج اوت، لو عارف انت لو انا لو جامد قوي وعملت كل ده تحتاج تعمل لوجن بقى، يلا حلينا قبل ما تكتب الايميل والباسورد. دي تريكات بتقلل منك حته الادمان. يعني خد بالك بقى يا تيحه، انا معاق نفسيا. يعني انا ممكن مثلا لو حملت اب حسيت انه قاعد معايا في اليوم خد مني ساعه ونص، بمسح الاب حرفيا. تاني يوم بتلاقيني مسح الاب عادي. لو انت ليه قعدت معايا ساعه ونص؟ مش كده مسلسلاتي، مش كده حياتي واخده ساعات كتير، لا امسح. الكتاب هنا بيقول لك قلل قراراتك على قد ما تقدر. فنفترض ان انت عايز تبقى شخص شيك وتبقى من عوايدك ان انت شخص شيك، فالكتاب بيقول لك ممكن ان انت دايما تاخد القرارات بتاعت اللبس قبل ما تنام. لان في ناس كتير بتصحى الصبح عندها عاده وحشه انها بتقعد 3-4 ساعات بتجهز. ليه؟ عشان بتاخد قراراتها كلها الصبح وتروح الشغل مش قادره تاخد قرارات. اعرف لكم واحد مارك زوكربيرج ما علينا، صاحب فيسبوك او ميتا، كان عنده مبدا كل تيشيرتاتي هتبقى نفس اللبس نفس اللون نفس التيشيرت، بس 10 منه و20 منه. ليه المبدا ده؟ عايز يقلل كميه القرارات اللي بياخدها في اليوم حرفيا، لان هو الشخص CEO بتاع ميتا، فهو بياخد كميه قرارات كثيره في اليوم. طبعا الحوار ده دلوقتي اتغير يعني وبقى بيظهر باكتر من طاقه، ولكن زمان كان كده. فكميه القرارات اللي هو بياخدها في اليوم كانت كبيره جدا، فهو بالحركه دي قللها يتيح. فبقى هو صاحي من النوم وعارف يعمل ايه. الموضوع مش صعب، لو انا هقعد البس ايه وبتاع. طبعا دي عفانه، انت ما بتعملش كده يتيح، بس انت الطبع بتاعتك جهزها من قبلها. نفس الموضوع للجيم، يا ترى هلبس ايه بكره في الجيم حبيبي؟ جهز. يا ترى انا هذاكر ايه حبيبي؟ انت دايما مكتبك يكون جاهز. يعني انت مثلا عارف ان انت بكره عندك مذاكره كذا كذا او الفيزياء، روح يا باشا حط كتاب الفيزياء، جهز النوت بوك بتاع ما اعرفش ايه وخش نام. اصحى الصبح يا عم روح مدرستك وتعالى ارجع عندك الكتاب فيزياء روح ذاكر. ولا انت في الكليه او ايا كان، جهز الحاجه قبل ما تبدا. مش عايز اطول في الحته دي بصراحه، يعني نخش على اللي بعده. الجزء ده صغير جدا في الكتاب، بس بجد هو من اكتر الاجزاء اللي انا بحبها للامانه. الكاتب هنا بيتكلم ان في قرارات حجمها قد كده، مش فاهم يا حسن، قد كده حرفيا قرارات حجمها قد كده. القرارات دي ممكن تتحكم في يومك كله، ما بهزرش. قرار واحد صغير زي انت انا هفتح الانستجرام 5 دقايق دقيقتين دقيقه تفتح معاك ب3 ساعات. انت متخيل انت كان عندك خطه عامله ازاي في ال3 ساعات الجايه؟ منها ان انت تروح الجيم تذاكر تسوي ايا كان. قرار تاني صغير اللي هو اكله واحده مش هتفرق، انا همسك التليفون واطلب اكل وانت بوظت الدايت اللي انت عامله بقالك اسبوع او اسبوعين. اللحظات دي تيحه كاتب مسميها اللحظات الحاسمه. بتاخد ثواني في القرار، بس القرار ده هيبهدل لك حياتك كلها. ممكن تيجي على اساس يوم، على اساس اسبوع، على اساس شهر، على اساس سنه، مجرد قرار صغير. فالكاتب بيقول لك ركز على البوابه اللي هتدخلك على العاده.
طيب مبدئيا دي اهم قاعده في الكتاب انا بحبها جدا، قاعده الدقيقتين. بص كاتب بيقول لك ان انت لو هتبني اي عاده تقرر ان العاده دي مدتها دقيقتين. تقول لي احمد في عادات لازم تاخد اكتر من كده، الجيم بياخد ساعه تقريبا في التمرين، نص ساعه، من نص ساعه لساعه. فالكاتب بيقول لك ايه، حتى لو العاده بتاخد مده اطول انت لازم تخليها. لو انت كل يوم حاطط انا كل يوم هقرا ساعه، انا يا جامد ما بعملهاش. بس الكاتب بيقول لك لو كل يوم بتقرا ساعه ده غلط. لو هي عاده جديده خلي في بالك ان انت كل يوم هتقرا صفحه. لو انت هتتمرن تمرينه كامله قول انا يا دوب هلبس هدوم التمرين، بس هلبس هدوم التمرين واروح الجيم، ما تتمرنش. دي العاده بتاعتك، ده اللي انت بتبنيه. ما تروحش تتمرن البس هدوم الجيم، اوصل عند باب الجيم افتح اقفل امشي، هتبقى اهبل بس صدقني هتبني عندك عاده. لو انت كاتب وعايز تكتب بدل ما تكتب 1000 كلمه قول لي انا هفتح اكتب جمله واحده واقف بس. دي العاده بتاعتك. بص بقى الدماغ هنا ليه بيقول لك عشان انت عارف ان ده المينيمم بتاعك، فانت لو عملته كفيت ووفيت. انت ما عملتش العاده كامله بس انت عملت العاده اللي انت متفق بيه مع نفسك. انت عملت، انت ما هدمتش نفسك. انت فتحت قريت صفحه حرفيا في دقيقتين، فتحت الكتاب قريت صفحه في دقيقتين وقفلت، انت عملت اللي عليك خلاص. تعال احكي لك موقف. فتره برضه انا كنت بقرا، بس كنت بقرا في اليوم برضه، كنت بتفق على قاعده دقيقتين دي. انا اهم حاجه عندي اقرا صفحه في اليوم، بس انا بالظبط كنت بقرا 10 صفحات في اليوم. 10 صفحات الناس ممكن تقول ده قليل قوي يا احمد، مش رقم. هقول لك حاجه يا تيحه، 10 صفحات في اليوم لما بحسبها على الشهر، بص بقى يا تيحه الحته دي في السنه تخلص 12 كتاب. انا مركز على الواحد في اليوم، انا مركز ان انا بصيت على الكتاب لقيته 300 صفحه والله، قلت ان انا 10 صفحات في اليوم انا خلصت الكتاب في الشهر، في 12 شهر انا خلصت 12 كتاب في السنه. حد يعرف يعملها؟ دي اللعبه. بس انا بقى من جوايا احيانا ما كنتش بقرا 10 صفحات، احيانا ما كنتش بقرا 10 صفحات، واحيانا كنت بقرا فوق ال 10 صفحات. بس انا بالنسبه لي العاده بتاعتي انت بتقرا صفحه يوميا، انا مش بقرا 10، بقرا صفحه يوميا. ففي مره كنت نازل وقاعد على الكافيه وبتاع واكتشفت ايه ده انا ما قريتش النهارده ال 10 صفحات بتوعي. ليه؟ لان انا عندي عاده انا بصحى من اليوم بشرب القهوه بجيب الكتاب، بعمل قهوه بعد كده بجيب الكتاب بقعد اشرب القهوه وانا بقرا الكتاب. فاليوم ده انا لما صحيت كان عندي مشوار سريع، ما عرفتش اشرب القهوه وانا بقرا الكتاب، فشربت القهوه عادي وانا في الطريق. في اخر اليوم تيحه قاعد على كافيه مع واحد من التحاتيح ومسكت الموبايل وقلت ايه ده انا ما قريتش الكتاب النهارده. قمت فتح على طول البي دي اف من عندي على الموبايل وقريت الكتاب وقريت صفحه، قفلت الصفحه وكملت القعده. حرفيا خدت دقيقتين. انا قلت له بعد اذنك دقيقتين، واحد من التحاتيح الجامدين، دقيقتين هقرا صفحه بس واقف. قال لي ماشي خد راحتك، دقيقتين زمن اتحداك حتى يمكن دقيقه ونص خلاص القرايه. في الاول في الاخر قدام نفسي انا ملتزم لدرجه ان انا وقفت القعده عشان اقرا الصفحه بتاعتي. انا ملتزم بعويد وبالفعل العاده معايا استمر. وده مهم جدا لان انت مشكلتك يا تيحه مش في عمل العاده، لا انت في بدايتك ان انت تلتزم عليها. مش هتعرف لو هي بتاخد اكتر من دقيقتين، بس لو بتاخد دقيقتين لا سهل تعمل كده، اتعودت عليها بسرعه. مش هيجي في بالك حته اللي هو انا فيا باور هعملها، ما فيش باور مش هعملها. لا يا باشا هتعملها كل يوم. ليه؟ لان بالنسبه لك انت عارف انها ممكن تتعمل في دقيقتين وخلص الموضوع، ولو قعدت شهور بتخلصها دقيقتين دي قشطه عادي، انت شخص ملتزم. فالكاتب بيقول لك ما تاخدش في مفاوضات مع نفسك على انك تطلع جبل. خد مفاوضات ان انت تاخد خطوه مش هتاثر ولا هتضر، لكن على الاقل هتسيب الباب مفتوح. الحته دي هختصرها لك بشكل سريع جدا كده، لزوز كده تيحه، يعني انت من النوع اللي بتحبه، عشان احس ان انا استطردت كتير قوي، اديت امثله من حياتي انا اكتر ما اديت امثله في كل حاجه. اللي اهم من ان انت تطور نفسك في العاده دي، التطوير اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو 1%، ان انت تثبتها. ده اهم بكتير، ده باختصار النقطه. فمش لازم من اول اسبوع تبقى انت محترف في العاده دي، لا خد في العاده 20 30 يوم خلاص بقت ثابته في حياتك، ابدا طور حاجات بسيطه فيها. في الاول ابني الوجود، بعد كده ابني الجوده. طيب بص يا تيحه، الاتمته هي جايه من كلمه اتمه، ان انت تتمم الموضوع او تميته. بيقول لك القرارات لازم تكون محسومه. بمعنى ايه؟ مش لازم كل مره تكون القرارات كتيره. هدي برضو مثال من حياتي. في اكونت عندي على التيك توك كنت بعمل فيديوهات وبمنتج، فانا مش كل مره باجي امنتج انا بفكر في اسلوب جديد للمونتاج، مستحيل. انا عندي بريسيتس 1 2 3 4 جاهزين، الهوك هيبقى شكله عامل كده، في كل فيديو هينزل هيبقى شكله عامل كده. في قرارات كلها منتهيه من قبل ما ابدا العاده، من قبل ما ابدا افتح امنتج. ما ينفعش ان القرارات دي ما تكونش موجوده. لو انت الحاجات دي عندك مش واخد قراراتها قبل كده، العاده هيبقى صعب استمراريه. ليه؟ لان انت لو كل مره محتاج تعمل حاجه كاستمايزد مخصوص لاجل العاده دي، حرفيا مش هتعمل حاجه، لان هتلاقي الدنيا مقفله. طول ما انت محتاج قرار جديد في كل حاجه بتعملها تبقى مشكله. برضه في الجيم نفس الموضوع، انت التمارين اللي عندك لازم تكون جاهز. انت مش كل مره هتروح طب انا هتمرن ايه النهارده، ما ينفعش. انت عندك جدول بتغيره كل 3 شهور، هم نفس التمارين، هم بتروح هتقعد كل مره تفكر انا هتمرن ايه النهارده. حبيبي ما ينفعش، انت ما بتقعدش تاخد القرارات كل يوم. رتب حياتك انك دايما شخص كسول وقراراتك دايما متاخده، انت يا دوب بتعمل وبالعافيه. ادوات الالتزام يا باشا، بيقول لك الكاتب ارمي نفسك. لا بجد ارمي نفسك. ليه واحد صاحبي والله في الحوار ده بيقول دايما انا ما بعرفش اشتغل الا لو انا تحت مسؤوليه او تحت ضغط، ما بيعرفش يشتغل كده. فمثلا بيقول لك لو انت عايز تخس مثلا روح اشترك مع كوتش، حرفيا اونلاين ترينر، اشترك مع الزم نفسك. بس عارف المشكله في ايه؟ يعني في ناس كتير اعرفهم عملوا الحوار ده وما التزموش يعني. اول حاجه انا لسه مدي مثال من شويه، حوار الجيم اللي انا مشترك فيه، اشتركت فيه 3 شهور، التزمت شهر واحد بس لما لقيت العاده صعبه. بس ممكن عشان حاجات تانية، لان زي ما قلنا هي مش لو عملت حاجه واحده من دي الدنيا مش هتتحل معاك. انت لازم تعمل كله. العادات تكون سهله واضحه بسيطه. لو كل حاجه اللي احنا
اتكلمنا فيها في الكتاب دي معموله صح، انت اي حاجه لو وقعت برضه مش هتاثر قوي على انك تلتزم في العاده. فالجزئيه دي انا في تعارض بيني وبين الكاتب عليها، يعني انها تلتزم حاجات تانية يعني. بس الفكره يعني ازنق نفسك في اي حاجه. نختم الشابتر ده كامل، بدل اجعلها سهله اجعلها صعبه. طبعا انا اتكلمت فيها طول ما انا بتكلم في الشابتر، وكان كل جزئيه هو طبعا الكاتب بيتكلم عنها ازاي الريفرس بتاعها، اللي هو لو انت عايز تتخلص من عاده او عايز تبني عاده. فاحنا اتكلمنا اوريدي ازاي تتخلص من عاده، ولكن هو عمل شابتر كده بسيط او قسم كده تحت كده بسيط ازاي تتخلص فيها بشكل مختصر. يعني لو عندك حاجه بتاخد منك وقتك امسحها، لو التلفزيون بيبلع يومك خبي الريموت، لو بتاكل سناكس ومبوظ عليك الرجيم ارمي الثلاجه في الاوضه عندك او ما تجيبش سناكس تاني البيت. عايز تاكل سناكس انزل اشتريها من سوبر ماركت وكلها عند سوبر ماركت، حرفيا ما فيش اكل في البيت. زي ما قلت لك خلي اي حاجه وحشه في حياتك صعب يتيح ان انت تعملها، ده الحل الوحيد، غير كده انت مش هتعيش، مش هتسلك. الموضوع هنا مش حرام او عيب او في اي اساءه، بس انت ضعيف. ايوه يتيح، انت شخص ضعيف، انت لازم تؤمن بده ان انت هفق وضعيف، ولازم تهندس الموضوع. لازم يكون في احتكاك اقل، احتكاك بص اقل. كل ما كانت العاده رخمه ان انت تعملها كل ما هتبطل حسره. شوف انت بقى اي عاده بقى انت بتعملها يا تيح، اي حاجه وانت فاهمني وانا فاهمك، ما تقعدش لوحدك كتير يا تيح، ما تقعدش لوحدك كتير. اقفل في في حاجات دلوقتي بتقفل الحاجات دي من على الموبايلات، بتقطعها نهائي فاهم. شغلت بقى حاجات هتقفل كل. بطل يا تيح، ركبك بقت بتخبط. لطفي مندوب مبيعات لسه داخل الشركه جديد. لطفي ما عندوش خبره كبيره جدا في المبيعات، بس لطفي عنده عاده غريبه جدا. كل يوم الصبح اول ما بيخش المكتب بيحط 120 مشبك على ايده اليمين، وكل ما بيخلص مكالمه بينقل مشبك من اليمين للشمال. لطفي بعد 6 شهور بقى مدير قسم المبيعات في الشركه، والراتب بتاعه بعد ما كان راتب عادي اتضرب في 10. الفكره اللي بيعملها لطفي شكلها تافهه، لكن الحاجه اللي بيحاول الكاتب يعلمها لك ان انت لما بتشوف النتائج بتاعتك قدام عينك عماله تكبر، حتى لو انت مش شايفها بعينك بس انت شايف ان المشابك عماله بتزيد على ايدك الشمال، ده بحد ذاته احساس كافي بالمكافأة وإنك تكمل. بص يا تيح، لحد دلوقتي الكاتب كان بيقول لك لو عايز عاده تعيش، 1 خليها واضحه عشان تفتكرها، 2 خليها جذابه عشان لما تفتكرها تبقى عايز تقوم تعملها، 3 خليها سهله عشان ما تكسلش تقوم تعملها، او وانت بتعملها ما تاخدش معاك وقت. بس هنا الكتاب قال لك في قانون مهم جدا، قانون من غيره انت مش هتعمل العاده دي مره تانية. يعني انت عشان تبني عاده انت محتاج ال3 حاجات اللي قلناهم من شويه في الفيديوهات اللي فاتت، بس عشان تكرر العاده دي وتضمن انها تتكرر لازم القانون الجاي ده. يعني العادة لازم تديك مكسب سريع، حتى لو رمزي صغير مش مهم، المهم انك تحس لما بتعمل العادة دي بأي حاجة جوه، لان المخ بتاعنا يا تيحة عنده طابع رخم شوية بعيد عنك، يعني بيحب المكافأة السريعة. ما هو انا مش هقوم اطبخ اكل دايت وفي الاخر يبقى طعمه وحش، طب ما انا ممكن اطلب ديليفري ويجي لي اكل طعمه حلو وابقى انا الكسبان. فالمخ يا تيحة بيلجأ للمكافأة السريعة. الكتاب هنا بيشرح لك شويه الحته اللي لسه قايلينها، ان اغلب العادات السيئه مكافئتها سريعه، وخد بقى الجامده دي اضرارها متاخره. يا لهوي، يعني يا حبيبي انت دلوقتي متوتر او مضغوط او متعصب، اول حاجه تيجي في بالك ايه؟ سيجاره، تشرب السيجاره ترتاح. لكن تعالى لي بعد 30 سنه 60 سنه ايه اللي هيحصل؟ ايوه هتطيح. وعلى العكس تماما من العادات الكويس، مع ان الفرق كبير جدا فيه. فانت لو شخص رياضي وعايز تتمرن فانت بتاخد على الاقل من 2 ل3 4 شهور عقبال ما تشوف نتيجه محترمه، لكن اول اسبوع اسبوعين 3 انت مهما عملت مفيش نتيجه. فانت المكافاه بتاعتك مش فوريه، بس خد دي فوايدها بتيجي في ساعتها. يعني مثلا انت وانت بتروح الجيم انت هتلاحظ بعد اسبوع ان الفتنس بتاعك اتغير. ايوه انا كنت مبطل العب حجوزات كوره، حرفيا نزلت الجيم اسبوع، خلص الاسبوع بقيت بلعب حجز كوره عادي، مفيش اي نهج مفيش اي حاجه، واللي بيلعبوا كوره فاهمين. انت يا تيحه فاهمني، لما تبطل حجز كوره 2 3 4 انت حرفيا بترجع مش قادر تجري، مش قادر، انت بتنزل الملعب بطه بلدي. فانا حرفيا بعد ما نزلت الجيم اسبوع واحد لقيت نفسي لا انا قادر اجري، انا قادر اتنفس. الفوائد بتيجي بسرعه بس مش النتائج. زي برضو العادات السيئه، النتائج بتيجي بسرعه بس الاضرار بتيجي بعدين، ويا مصيبتك. عامه برضو بعيدا عن كده، انت اصلا لو بتنزل الجيم هتلاقي نومك ظبط، هتلاقي المشاعر بتاعتك بعد اول اسبوع هدي، ما عادش مثلا متعصب او دايما بتتخانق في الناس او ايا كان. عشان كده الكتاب بيقول لك في الشابتر ده ان انت لازم تدي مكافاه لنفسك على العادات الكويسه اللي انت عايز تبنيها عشان العاده دي تستمر. ما هو لو انت بتعمل الحاجه ومش هتشوف لها نتائج فوريه زي ما جسمك انت متعود، عشان كده بيروح العادات السيئه، مش هيعمل العاده دي تاني. يعني انت لو اتشجعت النهارده وعندك حماس ونزلت الجيم بس ما خدتش مقابل ان انت نزلت الجيم ده حاجه، انت هتنزل الجيم تاني ليه؟ لكن لو انت بتنزل الجيم وبعد كده بتروح تلعب حجز كوره مثلا او بتعمل اي حاجه انت بتحبها بعد ما تنزل الجيم، فانت في سبب يخليك تنزل الجيم مره تانية. فالكاتب بيقول لك اعمل مكافاه صغيره جدا لكل عاده، ومش مهم حجمها على قد ما مهم انك تحس احساس الرضا. هنا
الكتاب بيديك قاعده حلوه قوي يا تيحة، ودي تقريبا بتفسر حياتنا كلها: ما يكافئ فورا يتكرر، وما يعاقب فورا يتم تجنبه. اوبا. لو عاده بتديك راحه سريعه هتتكرر، لو عاده بتديك متعه سريعه هتتكرر، لو في عاده بتديك احساس ان انت انجزت هتتكرر، ولو في عاده بتوجعك فورا هتبعد عنها. اوبا. تعال نشوف. انت مثلا عايز تحوش فلوس، فلنفترض، انا ما بحبش المثال ده ولكن بالنسبه لي هو اقرب حاجه للصح، فانت هتعمل لك زي حساب في البنك، او حاجه تانية انا بحبها مثلا احساس بسيط جدا، لما كنا زمان واحنا صغيرين بنحوش الجنيهات في الحصاله. يا ديني الحوار ده كان ممتع وبيحسسك بالانجاز بطريقه. كان برطمان نسكافيه، برطمان نسكافيه ده حرفيا انت كل شويه بتجمع جنيه 2 جنيه وترميهم جوه. طبعا ما عادش هتفرق دلوقتي، انت لو قعدت الاسبوع كله جمعت 300 جنيه في البرطمان ده ولا حاجه، بس زمان كنت تعمل حاجه. فلنفترض ان انت عايز تحوش فلوس، فانت بتروح تفتح لك حساب في البنك، وكل شهر انت بتاخد مبلغ معين وتحط، فانت تخلي المبلغ ده دايما قدامك حرفيا. كل شهر انت بتيجي تزود، بعد 3 شهور انت هتبقى مبسوط من نفسك لانك شايف الرقم قدامك عمال بيزيد، فهتفضل تكرر العاده. هتيجي تقول لي طب يا احمد ما 3 شهور مده، هقول لك لا، انت العاده دي بتعملها مره في الشهر، الكلام ده انت بتعملها كل يوم، فانا اقول لك 3 شهور مده. انت عملتها 30 مره، صعب ان انت تستمر عليها. لكن العاده بعدد مرات بتكررها، فانت بتكررها مره في الشهر، فانت بتتكلم في 10 شهور لو انت بتعمل عاده واحده، فهي مش حاجه. المهم ان الكاتب بيقول لك يا تيحة المخ محتاج دليل صغير يقول له ان السلوك ده يستاهل يتكرر. خد بالك يا تيحة عشان حوار المكافأة ده فيه فخ مهم. لما تكافئ نفسك بحاجة معينة بعد العادة، ما ينفعش تكون في عكس الهوية اللي انت بتحاول تبنيها. بمعنى انت نزلت الجيم النهارده، ما ينفعش بعد الجيم تروح تاكل بيتزا، هتهد الاسبوع كله. او ان انت النهارده مثلا ذاكرت ساعتين، ما ينفعش باقي اليوم تقعد تلعب. او اخيرا بعد اعجاز علمي عرفت توفر فلوس، ما ينفعش تروح تشتري حاجة تافهة احتفالا بان انت عرفت توفر فلوس. فاهم ازاي؟ المكافأة هنا مش عبارة عن رشوة بتديها لنفسك عشان تعمل حاجة غلط. المكافأة هي رسالة للمخ بتقول ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح، او مش شرط تقول للمخ كده، المهم انها ما تكونش عكس الهوية اللي انت بتحاول تبنيها. من هنا الكتاب بيخش في حته حلوه قوي، او الكاتب تحديدا. الحته دي انا بالنسبه لي الرقم 1، لان انا مقتنع ان العاده زي ما قلنا اشاره، اثاره، استجابه، مكافاه. بالنسبه لي كان رقم 1 في المكافاه التتبع. ما معنى التتبع؟ جدول حرفيا موجود فيه ايام الشهر كلها. عن نفسي كنت بحط فيه المده اللي انا عايز التزم فيها على العاده دي، وما تبقاش اقل من 21 يوم منطقي. كل يوم بعمل العاده دي بروح اعمل صح صح صح. الحوار ده بيبني عندك اللي هو انا لو الدنيا اتقلبت انا مش هكسر السلسله دي. في حوار تاني نادرا بيحصل وبضطر اكسر السلسله دي، ببدا اقيم الموضوع، يبقى انا اوت اوف 30 يوم مثلا يوم ما رحتش الجيم مثلا، او يوم ما عملتش العاده دي. الحوار ده كان اعظم مكافاه بالنسبه لي، احساسه غريب. كل مره كنت بعدي مثلا، طبعا انا بعلق الجدول ده في الحيطه، لازم يتعلق هنا في الحيطه، بس حاليا مش معلق اي حاجه هنا في الحيطه الثانيه بقى اللي في مصر. الجدول متعلق، فاهمني ازاي؟ انا كل يوم كملت، عايش استمر، عايش استمر. احسن طريقه مكافاه. هنا الكاتب دخل على حته حلوه قوي، بتقول لك لو في يوم من الايام انت بطلت تعمل العاده، الله انا النهارده كسلت، ازاي ارجع التزم؟ ومشكلتها في ايه يا تيحة؟ ان انا وانت عارفين ان احنا لما بنبطل اول يوم، اليوم التاني بوس، واليوم التالت بوس، والرابع بوس. كاتب بيقول لك ده عادي يا تيحة، ان انت بتكسر العاده يوم، ده مش معناها انها ما بقتش عاده عندك. انا لو عندي ان انا انزل الجيم النهارده وما نزلتش، ده مش معناها ان انا ما بقتش شخص رياضي، ده يوم. ولكن لو اتكرر اليوم ده، هنا ما بقتش شخص رياضي. عشان في ناس كتير بتعاني من الحوار ده، مجرد يوم واحد انا ما التزمتش فيه انا فشلت. ده مبدئيا بسبب حاجتين: ان انت ما بنيتش الهويه بتاعتك صح، وان انت كل الفتره اللي فاتت بتحارب نفسك. يعني زي ما قلنا في الحلقه الثانيه، انا هويتي شخص رياضي وانا ملتزم على الجيم، فانا لما ما بنزلش الجيم يوم، انا هنا عملت ضد الطبيعي بتاعي. انما انت لو هويتك ان انت شخص تخين وبقالك اسبوع ملتزم على الجيم، واليوم الثامن ما نزلتش الجيم، انت بالنسبه لك عملت الحاجه اللي انت متعود عليها. فانت تخيل انك شخص رياضي وابدا التزم، فانت لو يوم فوتته عادي، واليوم اللي تفوته اليوم اللي بعديه تنزله على طول، وتكون دي اولوياتك في اليوم. فالعاده لما بتتقطع يوم، تاني يوم بتبقى هي الاولويه، هي اول حاجه لازم تخلص في اليوم. تصحى من النوم تعمل لك كوبايه قهوه بسرعه كده، تشوف تنزل على الجيم، تنزل على العاده، تنزل تعملها جري لاجل ان انت بترسخ نفسك. لا، ده كان يوم واحد، بعد كده احنا رجعنا للطبيعي اهو.
في الشابتر ده الكاتب عايز يتكلم عن حته حلوه وانا عايز الخصها في قصه صغيره. واحد عايز يبقى صحي، عايز يبقى جسمه حلو، فبيقيس النجاح بتاع الحوار ده على الميزان. بمعنى ان هو بيمنع نفسه من الاكل وبيبص على الميزان، لو وزنه قل يتبسط، لو وزنه عالي يتضايق. طب يا حبيبي ما انت لو بتنزل الجيم ما انت احيانا وزنك هيثبت، ده مش معناه ان انت ما خسيتش، انت قد يكون وزنك اللي انت خسيته زدته عضل. وغير ان الصحه مش كلها عباره عن وزن، مش كلها عباره عن تمرين، في النوم، في الطاقه، في القوه، الشكل، النفسيه، الاكل، الحركه. فانت ما ينفعش تقيس النجاح بناء على رقم معين انت حاطه او هدف معين انت حاطه. زي برضو فيديوهات على اليوتيوب، انت ما ينفعش تقيس النجاح بتاعك بعدد المشاهدات. والله الحوار ده فكرني في قصه حلوه. في فتره من الفترات وانا كنت بعمل فيديوهات على التيك توك، كانت فيديوهات تلخيص كتب، بقيت انزل بتاع حوالي 10 15 20 فيديو كده، ما كانوش بيجيبوا فيوز، بس انا كنت متضايق من الحوار ده، والحوار ده كان محبطني جدا. كنت مركز فيهم على الجوده، على القيمه، الفاليو اللي انا بقدمها للمشاهد، الحاجات كلها، بس كنت بتضايق لاجل الفيوز، لان كانت الفيوز بالنسبه لي هي المكافاه، وما كانش اي حاجه من دي تديني مكافاه. لحد طبعا ما نزل فيديو واحد، واللي عايز اصدمك بيه يا تيحه ان كل الفيديوهات ال 20 اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه دول اقل واحد فيهم جاب 150,000 200,000 مشاهده. فزي ما بنقول دايما العادات بتتراكم، لما حاجه بتطلع بيطلع كله مع بعض. هنا يا تيحة الكاتب بيقول لك لازم يكون للخطأ تكلفة. هو مش لازم بصراحة، ولكن هو بيكلمك على الحاجات معينة لازم يكون للخطأ بتاعها تكلفة. ولكن انا بفضل الحوار ده في كل حاجة. بمعنى لو انت هتلتزم على عادة وفي يوم ما عملتهاش انت لازم تدفع الثمن. ايوه، فاكر لما قلنا لما المكافأة بتكون سريعة بتتكرر، ولما بيكون الضرر فوري بتتجنبها؟ يعني لو انت ما عملتش العادة دي فانت في ساعتها هتتضرر، ساعتها انت هتلتزم على العادة دي. ولكن عشان تعمل حوار زي ده لازم لها رابطة معينة، والرابطة دي الكاتب هيناقشها في حتة تانية، ولكن انا هقول لك الرابطة بتاعتي من ناحيه اخرى. ليا واحد صاحبي بعتبره زي اخ ليا، كنت بلتزم انا في عاده معينه، فكان لما ما بعملش العاده دي بروح ادفع له فلوس. تعرف تعملها؟ الفلوس ما تكونش كتير خالص، ولكن تكون كفيله انها تاثر على اليوم ده. يعني انت مثلا لما بتخلص التزاماتك وكل حاجه من فلوسك ويبقى لك مبلغ معين، ده بتقسمه مثلا على 30 يوم بتوع الشهر، فشايف المبلغ ده انا كنت باخد نص، امسك انا مش عايزه. طيب هتقول لي طب ما انا ممكن اكذب عليه. انت لازم كل يوم صوره وانت بتعمل الحوار ده، لازم كل يوم بتصور نفسك كده يا باشا وانت عمال تعمل، وبتعبير جديد مختلف عن اي تعبير تاني، وتبعت لي. دي تركايه عليا الحرام اللي هتخليك تلتزم 100%. لو دكر ما تعملش، اصل انت كده بقيت مديون. والافضل لو انت عارف ان انت بالمستوى ده من الكسل، لو انت شايف ده، فانا رايي ان انت تعمل العكس. باش انت بتحوله المبلغ كله لو انت واثق فيه طبعا، او ممكن يكون امك او ابوك او اخوك او اختك، اي حد انت واثق فيه جدا، تحول له المبلغ كله كامل كانك مش تعمل عاده طول الشهر، وكل مره تعمل العاده هو يحول لك فلوس. حرفيا انت حولتها لشغلانه، الفلوس دي راجعه لك لو انت اشتغلت على نفسك. مش اشتغلت على نفسك هي فضلت عنك. كل يوم بتعمل الحوار ده هو بيحول لك، كل يوم بتعمل الحوار ده هو بيحول. والاحلى لو انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض، يعني اشتغلتوا مع بعض، او شفت لكم واحد ثالث بقى، عشان ايه محدش ينصب على حد. في حاجه نفسيه هنا يا تيحه الكاتب بيتكلم عنها، بيقول لك لو كانت العاده اللي انت بتعملها دي قدام الناس فانت بتلتزم فيها، لان انت بتبقى خايف على شكلك قدام الناس. انت قلت ان انت هتعمل الحاجه دي، كلهم شهدوا ان انت هتعمل الحاجه دي، تخيل انت في الاخر تطلع مش راجل يا تيحه، وانت اساسا مشكوك فيك يا تيحه. والموضوع ده مش لانك منافق يا تيحه، لا يا حبيبي، انت تمام، انت تمام، انت مش منافق خالص، يعني مش بتحب تستعرض قدام الناس، ولكن انت صورتك قدام الناس للاسف وده اي انسان بتفرق معاك اكتر ما بتفرق معاك صورتك قدام نفسك. لان انت لو صورتك قدام نفسك كانت فارقه معاك قوي كده، ما كنتش زمانك زي ما انت عامل دلوقتي. اكون معاك صريح يا تيحه، اتك عليك يا تيحه، اكون معاك صريح. ولكن اللي عايز اقوله لك يا تيحه ان ده مش ضعف، والحركه انك بتوري الحاجه بتاعتك للناس، زي مثلا ان انت قايل لاصحابك كلهم انت بتنزل على التيك توك وانت يوميا هتنزل وعمرك ما تبطل. الحوار ده هيخليك دايما ملتزم، وده مش معناه انك قليل او ان انت بتحب تتمنظر. باختصار شديد دي هندسه سلوك، هندسه طريقه. بعد ما الكتاب خلص الاربع قوانين بتوع العادات، دخل في حته قويه جدا، حته انا مش عارف اقول لك ازاي، بس هي رخمه شويه ان انت تستوعبها تيحه، بالذات على مستواك العقلي الموضوع صعب. بس يعني I promise you، انا اوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان تحاول تفهم، بس انت ساعدني، يعني حاول تشغلها شويه. الكاتب بيسالك سؤال، هل اي عاده تنفع مع اي شخص؟ الاجابه المنطقيه لا. هتجيلي انت يا تيحه وتقول لي بس خلاص عشان كده انا مش شخص بينزل الجيم. لا يا تيحه، اهي دي الدماغ اللي انا بتكلم عليها. الكاتب بيقول لك ان في حاجه اسمها الطبيعه الشخصيه، الميول، الجينات، القدرات. فانت ما تاخدش كلمه جينات دي وتقول لي انا مش مكتوب لي اخس ولا انا مش مكتوب لي انجح. الكاتب بيقول لك ان حوار الجينات ده بس ما بيحددش مصيرك بالكامل، لكن هو بيحدد فرصتك هتبقى اكبر فين. يعني بدل ما تلعب لعبه مش مناسبه ليك، اختار لعبه تقدر تكسب فيها.
الكاتب بيدي امثله ويقول لك لان لو انت عندك شخص طوله 2 متر الشخص ده هيبقى حلو جدا في الباسكت، بالذات بقى لو كانت عضلات رجله قويه، على عكس واحد ممكن يكون طوله 160 سم قصير جدا. ده انت لو طولك 160 سم دي مصيبه يعني تخينه قصير. الشخص ال 160 سم ده فرصته هتبقى اكبر فين؟ في كمال الاجسام، فما يروحش يلعب باسكت ويجي يزعل ليه مفيش نتائج. الفكره مش انك تستخدم طبيعتك كعذر، الفكره انك تستخدمها كخريطه، كطريق ترسم بيه، لانك لما بتلعب لعبه سهله العادات اللي انت بتعملها بتبقى اسهل. يعني لو انت قصير نتائجك في الجيم تبقى اسرع من نتائج واحد طويل، التحسن بتاعك هيبقى اسرع. ولو انت طويل هيبقى سهل جدا تحط الكره في الباسكت، النطه بتاعتك مش هتبقى نفس النطه بتاعت ال 160 سم. فانت لما بتلعب لعبه مناسبه ليك الاستمرار فيها بيكون اسهل. فيا تيحة ما تحاولش كل يوم تبقى نسخه من حد تاني، لو ده انت روح، لو مش ده مكانك ملهاش لازمه. طيب خلصنا من الجينات، خدنا الجينات رميناها على جنب. نيجي بقى من ناحيه الشخصيه. اختار العاده اللي بتناسبك كشخصيه، بما معنى انت لازم تلعب رياضه، مش شرط ان انت تنزل الجيم. انت ممكن يكون جسمك مثالي كجينات للجيم بس مش شرط ان انت تنزل الجيم. في مليون حاجه تانية ممكن تعملها، ممكن تنزل تلعب كوره اتليست تلعب حاجزين في الاسبوع، ممكن تنزل تمشي كل يوم، ممكن تنزل تجري كل يوم، ممكن تلعب سباحه، ممكن تلعب مليون رياضه، فمش شرط ان انت تنزل الجيم. فاختار الحاجه اللي انت كشخصيه بتحبها. يا عم لو انت عايز تقرا الهدف ان انت تجمع معلومات تبقى مثقف. لو انت مش بتحب تقرا، لو شخصيتك مش قابله القرايه، اتفرج عليا، انزل تحت هتلاقي القناه بتاعتي، اعمل سبسكرايب هناك، اسمع اللي بقوله لك. لو انت بتزهق حتى من الكتب المسموعه انزل واشترك عندي برضو، لان انا مش بقدم لك كتب مسموعه، انا بقدم لك شرح استراتيجي احترافي جامد متجمد. بص، وده يا تيحة ده مش دلع فيك، ده ذكاء. انت بتحاول تشوف الحاجات اللي انت بتحبها والحاجات المتناسبه مع جيناتك وبتميكس ما بينهم وبتطلع لك عاده انت تعرف تكررها وتكسب فيها الباقي بسرعه. بوم طخ. طيب يا تيح، فلنفترض ان انت عبيط ومش عارف العاده بتاعتك ايه، يعني مش عارف انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، مش عارف ايه المناسب لجسمك. فهنا كاتب بيقول لك في كام سؤال ممكن تسالهم لنفسك هتعرف تحدد منهم العاده دي عباره عن ايه. وانا عن نفسي هجاوب لك على العاده دي وانا ماشي عشان تشوف برضو طريقه الجواب بيبقى عامل ازاي. واحد، ايه الحاجه اللي بتبقى ممتعه بالنسبه لي بس عملها بيبقى تقيل لغيري؟ بالنسبه لي ان انا افتح الكاميرا واقف قدام الكاميرا واقعد اتكلم، بالنسبه لي ان انا افتح الكتاب واقرا، بالنسبه لي ان انا لما باجي استرجع المعلومات اللي انا لسه قاريها بس ارجعها حلو، بالنسبه لي ان انا اكتب سكريبت حلو جدا ده احلى بكتير من اي حد، بالنسبه لي ان انا بنزل الجيم وبلتزم على الجيم، او حتى مش هقول لك ان انا بتمرن مش نزول الجيم، لان نزول الجيم بالنسبه لي انا تقيل جدا، ولكن التمرين ذات نفسه بالنسبه لي بيبقى ممتع جدا جدا. ان انا بتمرن نفسه، مش انا نازل الجيم ورايح اتمرن، ده ما بحبهاش، دي ما بحبهاش دي. انما ما بعد كده انت اول ما تخش تبدا تتمرن انا بحب ده جدا جدا، وانا بقى بسمع اغاني مثلا بقعد اتمرن بقى والفهم والاحساس ده بالنسبه لي ممتع جدا ممتع، بس بالنسبه للناس الثانيه تقيل. اتنين، ايه الحاجه اللي بتخليك تنسى الوقت؟ بالنسبه لي يا تيحة انا بشوف القراءه بتخليني انسى الوقت، الجيم اللي انا لسه جايب سيرته وانا بتمرن ده بيخليني انسى الوقت. شفت دي؟ يعني انا بحبه بس ما بيخلينيش انسى الوقت، عادي جدا بتحصل. التصوير لما بفتح وبصور كده بشغل الكاميرا وبقعد اتكلم قدام الكاميرا بنسى الوقت، انا مش عارف. فانت لازم تعرف ايه الحاجه اللي انت بتعملها تخليك تنسى الوقت. عامه المونتاج برضو لما ببدا اشتغل على المونتاج بنسى الوقت تماما، ما اقعدش ابص على الوقت خالص بقى، لو ممكن بعد 3 4 ساعات ايه ده انا بقالي 4 ساعات بمنتج. 3، ايه المجال اللي انا بحقق فيه نتائج اكتر من متوسط الناس؟ الحته دي مهمه، خد بالك احنا لحد دلوقتي عمالين نفلتر، يعني في حاجات طلعت بره، فاحنا واصلين لحد دلوقتي للقرايه والتصوير دول معايا، ايه منهم بحقق فيه نتائج اكتر من باقي الناس في الحاجات دي كلها؟ عامه عايز ارجع برضو للرياضه، التمرين بحقق فيه نتائج بسرعه جدا اكبر من باقي الناس، يعني في التمرين ذات نفسه، يعني النتائج بتاعت جسمي بتظهر بسرعه جدا مع اني مش قصير، بس النتائج عندي هناك بتظهر اسرع. من ناحيه ثانيه برضو السوشيال ميديا، انا بالنسبه لي من نوع من الناس اللي بيعمل كونتنت وبينتشر بسرعه، بيجو فايرال بسرعه، برضو من النوع اللي بحب اقرا والمعلومات بتتخزن في بالي بسرعه، وبالفعل لما باجي اتكلم بلاقي نفسي ايه ده انا لسه قاري الكلام ده من 2 3 الاستفاده بتبقى سريعه. فانت لازم تعرف ايه الحاجه اللي انت بتعملها بتحقق فيها نتائج اسرع من باقي الناس بكتير كتير جدا. 4، لازم تعرف ايه السلوك اللي بيكون بالنسبه لك طبيعي بس هو الباقي الناس مش طبيعي. كتابه السكريبت، الحته دي انا بحسها كتابه السكريبت. حاجه تانية برضو قدام الكاميرا وانا في قدام الكاميرا، يعني القرايه بحس الناس كتير لا طبيعي انت تقرا عادي، يعني مش سلوك غريب، والله في ناس بتشوفه غريب حاليا يعني القرايه، بس هو ده المفروض ده الطبيعي، هو العيب عنده. ولكن من وجهه نظر تانية كتابه السكريبتات بالنسبه لي انا الناس
بتحسها الصعب، لكن انا بالنسبه لي انت بتكتب سكريبت فايرال، انت بس بتحس بالسكريبت اللي هو السكريبت ده قوي، فاهمني؟ السكريبت اللي انت كاتبه ده قوي جدا. ليه؟ لانه لامس المشاعر، بيخبط في المشاعر، بيخبط في احتياج الناس. ناس مش فاهمه ده برضه مش بالسهوله دي ان هو يتكتب. انا بالنسبه لي هو في اتفه من كده. وحاجه ثانيه برضه طبعا ان انت واقف قدام الكاميرا دي، انا بالنسبه لي ده طبيعي. ناس كتير بتقف قدام الكاميرا بتقول مش بعرف اتكلم. انت ازاي بتعمل ايه الصعب في كده؟ ماسكه كتيحه ماسح بيك الارض عادي جدا، طبيعتي دي شخصيتي. انت اقعد معايا انا واصحابي كده حرفيا، انا بعملك كأن انا واحد صاحبي قاعدين، فاهم ازاي؟ عادي انا وانت قاعدين على القهوه دلوقتي عمال اشتم فيك عادي جدا يعني، هتيجي كوبايتين قهوه الموضوع خلص يعني. فانت لازم تعرف ايه السلوك اللي بالنسبه لك طبيعي وغيرك من الناس بيشوفه صعب. فعشان يتيح هتجاوب على الاربع اسئله اللي فوق دي، اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى كمل باقي الفيديو. لا على باظ. عشان تعرف تجاوب على الاسئله الاربعه دي انت لازم تقعد مع ناس تانية، يعني بجد تقعد مع ناس تانية وتقول لهم انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، هل انتوا برضه بتعرفوا تعملوا كذا كذا ولا لا؟ تقعد تتكلم معاهم كده، تتناقش معاهم، شوف صحابك بيعملوا ايه، الناس اللي حواليك بيعملوا ايه. يفضل الناس اللي حواليك يمكن انت منهم هتعرف تطلع الحاجه اللي لا بتميزك. بعد ما تاخد الحاجه دي او كام حاجه المفروض يطلعوا على الاقل 10 مثلا حاجات انت بتعملها مختلفه عن الباقيين وكلهم فيهم مزايا ليك، هتروح تاخدهم مع ناس تانية مختلفين بعيد عنك، تقعد تقيم ما بينهم وتشوف ايه اكتر حاجه عندك انت مميز فيها. هي دي الحاجه اللي هتوصلك للحته اللي انت عايزها ان شاء الله. ففي الاخر يا عايز اوضح لك حته، اذكى اختيار مش انك تلعب لعبه غيرك، اذكى اختيار انك تلاقي اللعبه بتاعتك وتلعب بيها. الكاتب بيقول لك لو انت مش لاقي لعبه تميزك او عاده او مهاره تميزك، فانت ممكن تعمل حاجه اسمها المزيج، الميكس. يعني لو انا مش شاطر في الكتابه ولا شاطر في المونتاج ولا في التصوير، بس انا كل دول مستواي فيهم متوسط، انا لو عملت لهم ميكس ممكن اطلع بحاجه جديده. وده اللي الكاتب بيتكلم عنه. لو انت مش افضل مصمم ولا افضل ماركتير ولا افضل مقدم، ده عادي، بس انت لو عملت ميكس للكلام ده هتطلع حاجه جديده. الحاجه الجديده دي يا تيحه هي اللي ممكن تنافس بيها وتعمل بيها اسمك. اللعبه يا تيحه مش عباره من احسن في المجال، اللعبه في مين اللي اختار الملعب الصح. ريال مدريد وهو ريال مدريد بيخسر بره ارضه. كاتب بيقول لك يا تيحه ان الجينات ما بتكنسلش الجهد. مش معنى ان ميسي اعظم موهبه في كره القدم ان هو ما بيتمرنش، لان انت حتى لو عندك الجينات القويه جدا تخليك احسن لاعب في الدنيا، لو انت ما اتمرنتش مش هتوصل انك تبقى احسن لاعب في الدنيا. ومش معنى ان انت ما عندكش جينات ان انت ما تعرفش تنافس. ما كريستيانو افضل لاعب في العالم زيه زي ميسي، الاثنين مختلفين. ميسي ممكن يكون وصل بنص مجهود كريستيانو، ولكن كريستيانو بالمجهود الكامل قدر برضه يوصل. ولكن اللي عايز اقوله لك ان مهما كان ميسي لعيبه من غير التكرار والتدريب عمره ما كان وصل اللي هو فيه. فعمرك يا تيحه ما تستخدم طبيعتك كعذر نهائي، والصح تستخدمها كميزه. كريستيانو مثلا مش موهوب بس طبيعته ان هو ملتزم، فقدر يكون افضل لاعب في العالم. انت يا تيحه بدات عادة وبقيت كويس فيها، وبعدين فجاه اوت اوف نو وير كده زهق. ليه؟ لان الانسان بيحب التحدي المناسب. ايوه يا تيحه، ما بيحبش السهل وما بيحبش الصعب. افضل مستوى للتحفيز هو المستوى اللي لازم تجيب اخرك عشان تكسب. ما تكونش سهله لدرجه ان انت تعملها بسهوله وتمل، وما تكونش صعبه لدرجه ان انت تنهار. لما تكون صعبه بنسبه معقوله تحس بالتحدي، بتحس انك قريب، بتحس انه ممكن يتعمل بس لازم يطلع عيني. المكان ده هو اللي فيه الشغف والدافع. اكتر جمله بتزعلني في الكتاب ده حرفيا بجد، في الجزئيه دي الكاتب اتكلم على ان النجاح ممكن يموت. ممكن بعد ما عملت عاده كبيره والتزمت عليها وكل حاجه ممكن تروح بجد، كل حاجه ممكن تروح بسبب حاجه واحده بس، هي الملل. بعد ما حققت كل حاجه وبدات بتجيب فيوز كتير وعملت فورمه وعملت وسويت في الاخر بدات تزهق، لان في العاده كل حاجه جديده تبقى محمس. بدات قناه جديده، نزلت الجيم، بدات تشوف نتائج صغيره، نتائج بتكبر، الحوار بيديك موتيفيشن، حماس يعني. لكن بعد فتره تبدا تشوف نتائج والحاجه بتبقى متكرره وممله، نفس التمرين، نفس التصوير، نفس الكتابه، نفس الكلام، كل حاجه هي كل حاجه انت بتحس انت بتعيد وتزيد. وفي الحته دي ناس كتير تقع، مش عشان هم مش قادرين يكملوا، عشان هم زهقوا. فبيقول لك ان الناس الجامده او البروفيشنال مش مختلفين عن الناس الفشله في ان هم ما بيزهقوش. كريستيانو بيزهق، ميسي بيزهق، انا بس حطيت نفسي مع كريستيانو وميسي. الفرق ما بين الناس البروفيشنال والناس اللي مش بروفيشنال، او الناس المحترفين والناس اللي مش محترفين، ان الناس المحترفين بيكملوا حتى لو الموضوع بقى ممل. وده درس قاسي جدا وقوي، لانك لو مستني ان الشغف يفضل دايما موجود فانت داخل حرب خسران. الشغف بيطلع وينزل يا تيحه، والمزاج بيجي ويمشي، وفي الاخر اللي بيشيلك حاجه واحده، النظام، السيستم.
الكتاب بيقول لك برضو في الحته دي ان على الاقل لو مش قادر تحب الملل احترمه. كل لعيب كبير بيتمرن على اساسيات 1000 مره، كل كاتب محتوى بيكتب سكريبتات مليون مره، كل رياضي بيعمل نفس الحركه 100 مره. فلما بيجي وقت التنفيذ كل الناس بتبص عليه تقول ده موهوب، ازاي يحط كوره زي دي، ازاي يكتب سكريبت بالجمدان ده، ازاي يعمل حلقه جامده زي الحلقه دي. بس اللي هم مش عارفينه ان الحوار ده كان فيه 100 فعل اتعمل قبل كده زيه لحد ما وصل للمرحله دي. فالسؤال اللي انا جاي اساله لك يا تيحة، هل بتحب النجاح؟ كل الناس بتحب النجاح، ولكن هل تقدر تتحمل الملل اللي بيعمل النجاح؟ ودي يا تيحة الحته اللي بتفصل الناس عن بعض. الكاتب قعد لك طول الكتاب يا باشا بيقول لك ابني عادات ابني عادات ابني عادات ابني عادات، زهق. بس يا تيحة في الحقيقه بيقول لك ان فيها حاجه وحشه. يس سير، كل حاجه فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه، واوحش حاجه في العادات يا باشا التكرار. عادات تتكرر، اوحش حاجه فيها التكرار. خليني احكي لك قصه حلوه قوي يا تيحة، قصه حصلت لي انا شخصيا في بدايه مشواري في صناعه المحتوى من يجي 3 4 سنين. كنت بعمل فيديوهات على التيك توك، فيديوهات تلخيص كتب، ولسه قايل لك الموضوع ده من شويه. في اول 60 فيديو انا عملته، 60 فيديو دول كنت بعمل كل يوم 6 فيديوهات، خلصتهم في 10 ايام. كنت كل يوم بس بكتب سكريبتات سريعه، بصور بمنتج، بحفظ الفيديوهات. ال60 فيديو دول يا تيحة كانوا بالنسبه لي انا ببني بيهم عاده، كانت جامده، كان احساس حلو. كنت كل يوم شايف على الجدول اللي انا كنت عامله على الحيطه ده بعمل كل يوم صح صح صح. 6 ايام كانوا 6 ايام اقوياء، ولكن كان فيهم اسوأ حاجه. كانوا عاده اتبنوا ولكن ما اتطوروش. كان عباره عن انسان آلي بيكتب سكريبتات، انسان آلي بيمنتج، انسان آلي بيصور. ما كانش فيه اللي هو التطور 1%. الروح اللي موجوده دلوقتي بيني وبينك يا تيحة، دي خبرات، دي ما جاتش بسهوله دي يا تيحة. انا طلع عيني عشان اوصل اكلمك بالطريقه دي. انت مش متخيل زمان كنت قدام الكاميرا عامل ازاي، كنت كده. دلوقتي بص بكلمك ازاي، بكلمك واحد صاحبي قاعد معايا على القهوه. مالك يا تيحة؟ فالمورال من القصه ان انت فعلا ممكن تبدا تعمل عاده وتوصل ان انت بتعملها بشكل اوتوماتيكي. يا باشا انت كل يوم بتفتح بتكتب، بتلاقي نفسك بتكتب نفس الكلام اللي بتكتبه كل يوم. كل يوم بتقرا، لقيت نفسك بتقرا من غير ما تركز في الكلام اللي بيتقال، او مركز في الكلام اللي اتقال بس بطلت تسجله. لقيت نفسك بتتمرن في الجيم بس ما بتزودش اوزان، هو التمرين طبيعيه وبتمشي. دي حاجه كويسه بالذات لو في الاول. يعني انت لو في اول مثلا بتبني عاده، فانت اول 20 30 يوم يا عم، اول شهرين انت بس بتعود ان انت دي حاجه لازم تعملها كل يوم، لازم تعملها كل يوم. فانت بتعملها حتى من غير تفكير، ده كويس يعني كعاده، ده كويس. ولكن الصح والاصح انك تركز في الحاجه اللي انت بتعملها، انك تحاول تطور 1% عشان ما تتحولش العاده اللي انت عاملها دي يا تيحة لولا حاجه، ان مجرد انسان آلي بيعملها كل يوم وخلاص. لازم تطور، لازم تفكر فيها، لان التكرار لوحده مش كفايه انك تتقن العمل. التكرار محتاج معاه مراجعه وتصحيح. هنا الكتاب بيعيد نفس الجزئيه بس بيركز عليها اكبر، وبيفهمك ان عشان تتطور في اي عاده لازم تعمل معاها مراجعه. بمعنى ان انت ما تخليش العاده مجرد عاده، لو انا هعملها وخلاص، لا، عشان تبني عاده صح لازم تحط عاده بلس المراجعه. بما معناه يا تيحة، انا لما بنزل الجيم، ايام ما كنت بنزل الجيم كنت بكتب الاوزان اللي انا بشيلها على الموبايل. كل مره بروح الجيم النهارده الوزن ده عندي، الوزن ده النهارده لازم يتشال. فبقيت كل مره خلاص دلوقتي انا خلصت اسبوعين انا محتاج ازود اوزان، كل مره بزود الوزن. ده بيعمل لك ايه؟ تطور. ده اسمه ايه؟ مراجعه. لازم تعرف ده عن ده ايه الفرق ما بين انت عملت ده النهارده وعملت ده بكره، العاده اللي انت عملتها بكره فرقت عن ايه عن امبارح. دي اسمها مراجعه. ده بيساوي ايه؟ تطور. لان لو نفس العاده انت عملتها كل يوم، باشا فاكر لما قلنا واحد وانت بتزيد 1% كل يوم، انت لو عملت النهارده زدت 1% وعملتها بكره، يعني النهارده مثلا كلمه مثلا جديده اتعلمتها في الفيديو ده ضفتها، لو انا قلتها الفيديو الجاي انا ال1% اللي كنت ضايفها اتشال، انا بقيت خلاص انا واحد دلوقتي، ما عدتش بتطور. لكن لو ضفت كلمه كمان على كلمه كمان، وكل فيديو ضفت كلمه جديده اتعلمتها، او كلمه جديده ممكن اركبها بطريقه معينه، او حاجه جديده زودتها، فانا كده بتطور. كده انا كل مره بعمل العاده بزيد 1%، في اخر السنه هبقى 38 ضعف من نفسي. فالمهم جدا يا تيحة ان العادات يا باشا بتخليك ثابت، والمراجعه هي اللي بتحسن. وبدون العاده انت بتقع. حط في بالك دي، انت من غير ما تعمل العاده الصح انت كده قصادها بتعمل عاده غلط، فانت بتقع. لان مفيش حاجه ستيبل في الدنيا، انت يا بتعلى يا بتنزل، الا لو انت ميت فانت ستيبل. طيب الكاتب برضو بيقول لك لازم كل سنه تعمل مراجعه كده سنويه على الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها والحاجات اللي مش عايز تعملها، وتشوف ايه فعلا منها اتحقق، ايه فعلا ما اتحققش، وصلت لفين فيها، وهل حققت التارجت اللي كنت حاطه ولا لا. عشان الجري بسرعه مهم، لكن لو كان في اتجاه غلط تبقى مصيبه. بس بيقول لك برضو خد بالك يا تيحة، المراجعه مش جلد ذات. ما تقعدش تقول انا فاشل، انا كسول، انا ضعيف. لا يا تيحة، المراجعه معناها ان انت بتحترم الطريق اللي انت عايز توصل فيه، وبتقعد تحود كل شويه وبتعدل وانت ماشي.
كاتب بيقول لك ان في هويه جامده وهويه قويه. تقول لي الاثنين واحد، اقول لك لا، الجامده جايه من كلمه جماد، انما القويه جايه من كلمه قوه. منطقي. والكاتب بيقول لك لو شخصيتك جامده انت معرض ان انت تتكسر اكتر من الطبيعي. مثلا انا شخص رياضي ولاعيب كوره، انا لاعب كوره محترف، دي هويتي. وجالي رباط صليبي قعدني في البيت، كسرت، مش عارف اعمل حاجه تاني. انا هويتي ان انا مدير شاطر، مره واحده منصبي اتشال مني، هويتي اتكسرت. انا صانع محتوى جامد، ومره واحده ارقام كلها انهارت ونزلت، هل انا فاشل؟ الكتاب هنا بيقول لك خلي هويتك مرنه، ما تربطش نفسك بصوره ضيقه، اربط نفسك بهويه قويه بس فليكسبل يا حبيبي. بدل ما تقول انا لعيب كوره او انا رياضي، قول انا شخص بيهتم بجسمي. يا عم بطلت كوره العب باسكت، بطلت باسكت العب فولي، يا عم بطلت العب شطرنج، عادي جدا، رياضه برضه، رياضه المخ. بدل ما تبقى صانع محتوى قول انا شخص بيدي قيمه للناس، ايا كان بقى، جبت ارقام ما جبتش ارقام، انت شخص بتدي قيمه للناس، انت شخص انفلونسر. ما تقولش صانع محتوى، قول له انفلونسر، انا باثر في الناس، كانوا مليون كانوا 1000. شخصيتك مرنه. الهويه القويه بتساعدك، انما الهويه الجامده يا تيحه بتكسرك. لازم تبقى مقتنع ان في فترات هتبقى فوق، فترات هتبقى تحت، في فترات هتتكسر وفي فترات هتقوم تاني بعد ما تتكسر. فانت لازم تخلي شخصيتك مرنه، ولو الحاجه مش موجوده خلاص هو فشل. ما ينفعش تكون جماد مركز على حاجه واحده، لو مش موجوده هو فشل، ده غباء. الذكي اللي يحافظ على الجوهر ويقعد كل شويه يغير الشكل. في نهاية الجزء ده الكاتب بيرجع للفكرة الأساسية بتاعت الكتاب. مفيش تغيير واحد بيعمل كل حاجة، ولا عادة واحدة بتقلب حياتك كلها، ولا يوم واحد هيحدد مصيرك بالكامل. الموضوع كله تراكم، عادة صغيرة بتتكرر، تتصلح، تتحسن، تتثبت، وترجع تاني تبني فوقيها عادة جديدة. التغيير الحقيقي مش لحظة سينمائية، مش موسيقى عالية وانت بتجري تحت المطر وعايش في فيلم حلم العمر، ومش قرار الساعة 3 الفجر وانت متفرج على فيديو بيحفزك وعايز تقوم تكسر المطبخ جوه. التغيير الحقيقي غالبا هادي جدا، ممل جدا، صغير لدرجة انك ممكن ما تحترموش في الاول، لكن بعد شهور وسنين تبص وراك وتقول انا اتغيرت امتى؟ والاجابة كل يوم شوية. والفكره انك ما تبقاش كامل، ما فيش حد كامل، الفكره بس انك تتحسن كل يوم 1%. دي الفكره كلها، مش لازم تبقى كامل، مش لازم تبقى الافضل، مش لازم تبقى الاحسن، مفيش حد كامل اصلا، ومفيش حد الافضل. هي الفكره انت كل يوم لازم تتعلم 1% زياده في كل حاجه بتعملها في حياتك. 1% مش حاجه كبيره قوي يا جدع. احيانا في فيديو لما بنزله بزود هاشتاج، انت متخيل ده بالنسبه لي 1%؟ حاجه صغيره، حاجه قد كده حرفيا. كل يوم كل مره بتعمل العاده دي زود 1%، ودي قوه الكتاب كله. بذره صغيره لو زرعتها في المكان الصح وسقيتها كل يوم وصبرت عليها تطلع لك الشجره اللي انت عايزها. انما لو كل يوم زرعت بذرة غلط، ما تستغربش من غابات الأمازون اللي انت تبقى عايش فيها مرة واحدة. اتمنى تكون استفدت من الكتاب ده يا تيحة وتعلمت حاجه مع انك ما بتتعلمش، بس ان شاء الله السلسله الجايه هبدا احترمك اكتر، يعني ان شاء الله تكون اتعلمت شويه حاجه مثلا. يعني اتمنى بجد تكون استفدت حاجه يا تيحة من الكتاب ده، لان ده بجد زي ما انا قلت قبل كده اعظم كتاب انا قريته في حياتي، طبعا بعد كل الكتب الدينيه عشان ما نبوظش الدنيا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك يا تيحة، واهم حاجه تنشر الفيديو ده مع الناس الصح. انت استفدت من فيديو قاعد عندك بيعمل ايه يا تيحة؟ الفيديو قاعد عندك بيعمل ايه؟ ما تديه للناس يا ابني، ما تديه، خلي الناس تتعلم يا ابني. ابعتوا كده شير لينك كده يا باشا، هيتبسطوا صدقني. ممكن يا تيحة يعني تكبر جمهور التحتيح معانا، عايزين يبقى عندنا تحتيح كتير يا تيحة، ما تبقاش تتهزق لوحدك كده. بس يا تيحة فانا اكون بجد استفدت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وبس ده اللي كان عندي النهارده.